بتبدأ حكايتنا مع ولد صغير اسمه ريوما عمره 11 سنة وبيعيش لوحده في الغابة ومعاه عدد كبير جدا من وحوش السلايم بيوصل عددهم ل1000 سلايم. وبيشرح لنا ريوما انواع السلايم اللي عنده وازاي هي مفيدة ليه في حياته اليومية. وفي الصباح الباكر بيطلع ريوما للصيد في الغابة وبيقول انه في الطبيعي بيقابل في الغابة الغيلان واللصوص وبيحاربهم، وده بيدل على مهاراته المميزة بالرغم من صغر سنه. بس من حظه ان النهارده يوم هادئ ومسالم، وفجأة بيسمع ريوما صوت مجموعة من الاشخاص بيحاولوا ينقذوا صديقهم هيوز، وبيكون شكله مصاب اصابة خطيرة جدا وعلى وشك الموت. فبيطلع لهم ريوما وبيبقى فاكرهم قطاع طريق، بس بيعرف من شكلهم انهم مش كده اكيد. وبيبقى ريوما مش فاهم هما بيعملوا ايه برضه، بس بيشوف هيوز وهو مصاب وبيتألم على الارض وبيحاولوا يعالجوه بس مش بيعرفوا. وساعتها بيطلع لهم ريوما وبينده عليهم بس بيخافوا منه وبيشهر عليهم واحد منهم سيفه وبيقول له انت مين. فبيتوتر ريوما طبعا وبيستغرب واحد من الفريق برضه وبيقول في نفسه هو طفل صغير زي ده بيعمل ايه هنا. وبيكون ريوما مرتبك جدا وبيقول في نفسه انا ما اتكلمتش قبل كده مع حد من كام سنه، فعشان كده صوتي غريب وبتكلم زي رجال الكهف. وبيقول لهم بعد كده انه معاه دواء لانقاذ صديقهم وبيطلعه لهم. فبيقرب واحد من الفريق على ريوما وبيشم الدواء وبيتاكد انه فعلا دواء مش حاجه تضرهم. وبعد كده بيشرب صديقهم الدواء وبيلاحظوا انه اتحسن بس هيفضل نايم لفتره بسبب فقده للدم. فبيشكر القائد بتاعهم ريوما وبيقول لهم ريوما انهم يقدروا يجوا معاه لبيته عشان يرتاحوا لحد ما يفوق صديقهم. وبيروحوا معاه للمنزل وهم في الطريق بيكونوا مستغربين جدا من اللي بيعمله ولد صغير في الغابه لوحده، وبيقولوا ده لابس زي صياد ممكن يكون عايش لوحده هنا. وفجاه بيتوقف ريوما في الطريق وبيقول لهم ان في وحش جاي عليهم من الاتجاه ده. فبيستغربوا لكنهم بيستعدوا للقتال. وفجاه بيلاقوا عدد كبير من السلايم جاي عليهم وبيبقى الفريق لسه هيهجم عليهم، بس بيوقفهم ريوما وبيقول لهم ان السلايم دول اصدقائه. فبيرجع الفريق سيوفهم في اغمدها تاني وبيعتذروا له وبيكملوا في طريقهم. وفي الطريق بيقول القائد انه فاكر وهو صغير انه كان عنده سلايم برضه وكان اول رفيق ليه. فبيقول له ريوما هو انت مروض انت كمان؟ فبيرد عليه القائد انا مروض سابق وعائلتي كلها مروضين لاجيال، انا اتعودت ان يكون عندي خيول حمراء وقرود العاصفه الثلجيه كاصدقاء ليا. فبيعرف ريوما ان القائد ده اكيد شخصيه نبيله واكيد شخصيه هامه جدا في المجتمع. وفي الاخر بيوصل الفريق لحائط كبير وبيفتكر الفريق ان الطريق مسدود خلاص. فبيسالوه هو فين بيتك؟ المكان ده مسدود. فبيستخدم ريوما السحر بتاعه وبيفتح فتحه كبيره جدا في الجدار وبيلاقوا المنزل بتاعه. وساعتها بيقول لهم ريوما اتفضلوا. فبيستغرب الفريق انه بيقدر يستخدم السحر كمان وانه عمل حاجه سحر كبير زي ده عشان يقدر يخفي بيته. وبيدخلوا بعد كده البيت وبينيموا صديقهم على السرير يرتاح وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيكتشفوا ان البيت ده اثاثه ينفع لشخص واحد بس، وبيفهموا من ده ان ريوما بيعيش لوحده هنا في المكان. وبيفكروا في كل تصرفات ريوما من ساعه ما قابلوه وبيقولوا ان اكيد فعلا هو كده عايش لوحده. وبعد كده بيجي لهم ريوما تاني وبيديهم مجموعه من الادويه فبيشكروه وبيقولوا القائد بتاعهم انه اكيد هيعوضوه عن كل ده بالمال. فبيقول له ريوما ان مفيش داعي لكل ده لانه هو اللي بيصنع الادويه دي بنفسه. فبيستغرب الفريق وبيقولوا له يعني انت اللي بتصنع الوصفات دي بنفسك؟ فبيقول لهم ايوه. فبيستغربوا اكتر وبيقولوا القائد انت مين بجد؟ فبيتوه ريوما الكلام معاهم وبيقول لهم خدوا اشربوا الماء المثلج ده. فبيندهشوا اكتر من ان ريوما بيقدر يستخدم سحر التلج كمان، وشكلهم كده هيبلموا على كل حاجه بيعملها ريوما بعد كده. فبيسالوا القائد انت مين؟ فبيلاحظ ريوما انه خلاص مش هيقدر يتهرب من السؤال ده تاني. فبيقول لهم انا اسمي ريوما وكنت قاعد مع جدي وجدتي اللي ماتوا من 3 سنين. فبيعتذر له القائد بتاعهم وبيعرف نفسه لريوما وبيقول له وانا ريانهارت جمل وانا ابقى حاكم دوقيه جمل. فبينصدم ريوما طبعا ان القائد بتاع المجموعه طلع دوق في الاخر وبيعتذر منه. فبيقول له الدوق انت بتعتذر على ايه؟ وبعدين احنا مدينين ليك اصلا. وبعد كده بيبدا باقي اعضاء الفريق بتعريف نفسهم لريوما وبيقول واحد منهم انا كامل وانا ساحر، وبيعرف التاني نفسه وبيقول وانا زف مستكشف. والتالت بيعتذر لريوما الاول وبيقول له انا اسف على رفع سيفي في وشك في اول لقاء بينا. فبيقول له ريوما عادي ولا يهمك، من الطبيعي انك تكون حذر جدا. وبيسالهم ريوما هو ايه اللي حصل معاكم في الطريق؟ فبيقول له الدوق ان قطاع الطرق قابلوهم في الطريق بره الغابه. فبيقول لهم ريوما وهو ده السبب اللي اتصاب عشانه؟ فبيقول له الدوق اكيد لا ده ولا حاجه، بس فجاه ظهر لنا دب اسود في الطريق خرج من الغابه فجاه وهو ده اللي اصابه. فبيقول كامل لريوما احنا هزمنا الدب الاسود بس للاسف الخيول بتاعتنا خافت منه وهربت وكنا عاوزين ننقل هيوز للمدينه بسرعه عشان كده دخلنا للغابه عشان نختصر الطريق وبعد كده قابلناك. فبيقول الدوق لريوما ممكن اسال سؤال كمان؟ فبيقول له ريوما اتفضل طبعا. فبيقول له الدوق انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتقدر تستخدم انواع كتير من السحر وكمان بتقدر تصنع الجرعات، فليه عايش لوحدك هنا في الغابه؟ فبيقول لهم ريوما انا اتعلمت المهارات دي كلها من اجدادي وهم مغامرين سابقين. فبيقول له الدوق يعني انت اهلك بره في مغامره دلوقتي وانت مستنيهم؟ فبيرد عليه ريوما لا للاسف هم ماتوا من 3 سنين وانا عايش لوحدي طول الفتره دي، وهم قبل ما يموتوا قالوا لي ان اروح لقريه تانية بس انا غريب والقرويين مش بيحبوني. فبيقول له الدوق انا فهمت المشكله بس انا مش فاهم انت فضلت عايش طول الفتره دي ازاي لوحدك في الغابه؟ فبيقول له ريوما انا تمام انا فضلت لوحدي هنا 3 سنين. وبيطلع كامل بعد كده كره بلوريه بتكتشف مهارات ريوما البارزه جدا وبيخلوا ريوما فعلا يجربها، فبيطلع انه مش مجرم ولا حاجه. وبيكتشفوا ان مهاراته المتميزه هي التدبير المنزلي ومقاومه الالام العقليه ومقاومه الالم الجسدي. وفوق كل ده عمر ريوما كمان 11 سنه. فبينصدم الكل من اللي شايفينه. وفي الاخر بيقرر الدوق انه لازم يساعد ريوما وما يسيبوش لوحده هنا تاني، بس ما بيبقاش عارف يعمل له ايه. وبيقرر انه لما يرجع للمنزل هيتكلم مع ابوه إليز مراته في موضوع ريوما ده. وبعد عده ساعات بيكون هيوز فاق خلاص والدوق ورجالته ماشيين، وبيشكر هيوز ريوما وبيقول له انه بيكون الحارس الشخصي للدوق وانه لو احتاج اي حاجه منه هيلاقيه في مساعدته على طول. فبيشكروا ريوما وبعد كده بيمشوا وبيودعوا ريوما. وبعد ما بيمشوا بيحكي لنا ريوما حكايته الحقيقيه وهي انه كان موظف طالع عين اهله في الحياه الحقيقيه وفجاه مات بسبب ضغط الشغل عليه، وفي الاخر بيموت من 3 سنين وينتقل للعالم ده وبيكون على هيئه الطفل الصغير اللي عنده 11 سنه وبيمتلك كل المهارات دي. وبدا بترويض كل العدد ده من الوحوش من السلايم. وبنرجع للحاضر وبيكون ريوما بيعد وحوش السلايم بتاعته وبيلاحظ ان عددهم بقى اكتر بكتير من الاول. وفجاه بيسمع ريوما صوت مجموعه من الاشخاص بيندهوا عليه، ولما بيبص بيلاقي هيوز والدوق والفريق كله ومعاه عائله الدوق والخدم كمان. فبيفرح ريوما
وبيرحب بيهم. وبيقرب في اللحظه دي ابو الدوق لريوما وبيرحب بيه وبيعرف نفسه، وكمان بتقدم اليس زوجة الدوق نفسها لريوما وبتشكره على انقاذ زوجها والرجاله بتوعه. وبيقدم الدوق بعد كده بنته لريوما وبيقول له ان دي بنته ايليا، وبتكون ايليا مندهشه جدا من كتر عدد وحوش السلايم اللي حوالين ريوما. وبيرحب بيهم ريوما بعد كده وبيعتذر لهم انه مش قادر يقدم لهم حاجه للضيافه دلوقتي. فبيضحك الجد وبيقول له لا احنا اللي جينا من غير ميعاد، ما تقولش كده يا راجل، بس انا سمعت انك عامل عقد مع كل السلايم دول. وبيسالوا الدوق هم السلايم دول عددهم زاد عن المره اللي فاتت ولا ايه؟ فبيرد عليه ريوما ايوه فعلا عندك حق، هم فعلا انقسموا العدد اكبر. وبتقول ايليا لريوما هو انت بتقدر تدخل كل العدد ده من السلايم للبيت عندك؟ فبيقول لها ايوه طبعا بيقدروا، وبيوريهم الطريقه وبيخلي كل العدد ده يجتمع في سلايم كبيره بدل الصغيرين دول. وكالعاده بينصدم الكل من اللي شايفينه وبيقولوا له ان ده حاجه خطيره جدا وان مفيش مروض في العالم كله قدر يعمل اللي عملته ده. فبيعرفهم ريوما على السر وانه ازاي قدر يعمل ده بسرعه عمليه وبينبهر بيه الكل. وبيدخلهم ريوما بعد كده البيت بتاعه وبيقدم لهم الماء المثلج برضه. وبعد كده بيقدم الدوق لريوما ساعه فاخره جدا كهديه ليه على مساعدتهم المره اللي فاتت، وبيقول له انهم لاحظوا ان دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه عنده في البيت وعشان كده جابوها له. فبيشكرهم ريوما وبيقبل الهديه منهم. وبيقول له الدوق بعد كده ان في سبب تاني برضه خلاهم يجوا هنا. فبتقوم ايليا بسرعه وبتطلب من ريوما انه يعلمها تبقى مروضه ممتازه زيه، وانها عاوزه تروض سلايم زيه، بس هي ما عندهاش اي فكره عن نوع السلايم اللي تبدا بيه ومش عارفه اي حاجه. فبتستاذنه يساعدها. فبيبدا ريوما يشرح لهم انواع السلايم وبيندهشوا لما بيعرفوا انواع جديده تانية زي المنظف والقمامه. وبيبدا يفرجهم على كل الحاجات اللي بيعملها السلايم وازاي بيقدر يستفيد منهم في حياته اليوميه. وبيبقى الكل مندهشين من قدرات السلايم وبآلات المنظف. فبتقرر ايليا في الوقت ده انها تربي السلايم المنظف. فبيكون ريوما محرج جدا في فكره انه يقول لها على الطريقه اللي تقدر تجذب بيها السلايم المنظف، وبيقول ساعتها انه هيقولها للرجاله بس. وفعلا بيجمعهم وبتكون الفكره محرجه جدا، بس هيوز بيكون زي الدبش في صراحته وبيقول لايليا انها لازم تستحمى كويس وتجمع الميه اللي استحمت بيها وتجذب بيها السلايم بعد كده لانه بينجذب على العرق اللي بيخرج من الجسم. وفي اللحظه دي بتحرج كل السيدات وبيرقعوا كلهم بالاقلام على وشه، لكن ايليا بتقرر انها تنفذ وبتدخل الحمام وبتاخد شاور. وفي الوقت ده بتاخد الميه بتاعتها وبتنطلق عند النقطه اللي بيتجمع فيها السلايم. وبترجع بعد كده ايليا بالسلايم بتاعها وبتكون نجحت في ترويضه وبتكون سعيده جدا وبيبارك لها ريوما على نجاحها. وبيدخلوا البيت بعد كده وبيفتكر ريوما ساعتها اول حيوان اليف ليه وهو السلايم الاول، وقد ايه كان فرحان جدا بيه، وكان مسميه تابوتشي في الوقت ده وسماه كده على اسم اول زميل ليه وهو صغير. وبعد كده بتسال اليز ريوما انت قررت هتعمل ايه بعد كده؟ فبيقول لها ريوما انه لسه ما قررش اذا كان هيفضل هنا ولا هيروح مكان تاني. فبيقول له الجد انه في الحاله دي ممكن يجي معاهم في رحله لبلده جمل، فليه ما يجيش معاهم وطبعا يقدر يرجع لهنا تاني في اي وقت. فبيفكر ريوما وبيفضل يفكر وبيقرر بعد كده انه يسافر معاهم. فبيفرح الكل بقرار ريوما. وبعد كده بيقوم يجهز كل حاجته وبيقول له الدوق انه يقدر يحط حاجته مع كبير الخدم في الحقيبه البعديه بتاعته. فبيقول له ريوما انه عادي ما عندوش مشكله في وضع اشيائه لانه عنده حقيبته البعديه هو كمان. فبيندهش الكل من ان ريوما بيعرف السحر ده كمان وانه ماهر في السحر غير انه مروض ممتاز. وبتكون اليزيا كمان ممتازه في السحر وبتحبه جدا. فبتقول له بحماس لو محتاج تتعلم اي حاجه في السحر فانا اقدر اساعدك اكيد. وفي المساء بيجمع ريوما كل الحاجات بتاعته في البيت، وفي الصباح بيستعد للمغادره وبيطلع كبير الخدم العربات والخيول من مساحه التخزين بتاعته وبيركبوا وبيمشوا. وبنعرف ان ريوما كان مرتاح جدا في الكام يوم اللي استمرت فيهم الرحله دي، بس في يوم من الايام وهم في الطريق بيمطر الجو بشده لدرجه انه بيحصل انهيار صخري على الطريق وبيكونوا مش عارفين يكملوا طريقهم. وبيقرر الدوق بعد كده انه يلف من طريق تاني، بس ده هيزود وقت الرحله عليهم 3 ايام كمان. وفي الوقت ده بيقرر ريوما انه يلبس المعطف اللي بيحميه من المطر ويطلع يساعدهم في حل المشكله. وبيكون الكل في العربه قلقانين عليه من الجو ده وبيقولوا له انه ياخد باله من نفسه. وبيروح للدوق وفعلا بيلاقي حل للمشكله وبيحل الوضع بسحره عن طريق تحويل الطين لاحجار والسلايم بيشيلوها على جنب. وبكده بيكون حل المشكله بسرعه كبيره. وبيشكروا الدوق بعد كده على مساعدته ليهم. وبتجري اليس في الوقت ده وبتقول له انها سعيده وفخوره جدا بيه وبتمدحه على عمله الجاد. وبيكون ريوما فرحان من وجوده معاهم وانه قدر اخيرا يحس بجو العائله. وبعد 3 ايام كمان بيوصلوا للمدينه من غير اي مشاكل. وبيدخل بعد كده لغرفته وبيقول ان دي مدينه جمل وهي بلده مميزه في التعدين وهي دي اول مدينه يزورها في العالم الجديد ده. وبيكون ريوما فرحان جدا وبيقول ان المدينه دي مع انها معروفه بمدينه المناجم بس برضه انتاج المناجم بيقل كل سنه عن اللي قبلها، ومن اهداف رحله السيد رينهارت هنا هي تقييم المناجم دي ويقرر بعد كده ايه اللي هيفضل شغال منها وايه اللي هيقفله. وبيروح ريوما بعد كده لمركز المدينه مع عائله الدوق عشان يحصل على حاجه اسمها لوحه بيانات، ودي تعتبر بطاقه تعريفيه ليه بيكون عليها كل بياناته الخاصه وكل حاجه تخصه. وبتيجي واحده بتاخد الغرفه فيها لوحه وكمان باللوره وبتخليه يحط ايده فيها، وفعلا بعد كده بيظهر كل بياناته على اللوحه دي وبيعرف كل مهاراته والمميزات اللي عنده. وبيطلع بعد كده لعائله الدوق وهم مستنيينه بره وبيقول له الجد انا هنصحك شويه نصائح يا ريوما المره دي واتمنى انك تتعلمها من راجل كبير وعنده خبره مع الناس. انت لازم تخبي مهاراتك المميزه دي كلها عن الناس بما انك لسه طفل ومفيش في العالم كله طفل عنده كل القدرات اللي عندك دي، فده هيخليك مميز جدا لدرجه ان الناس هتبقى عاوزه تستغلك لمصالحهم الشخصيه. وفي طريقه واحده لتجنب كل المشاكل دي وهي انك تخفي قدراتك عن الناس، بس لو بصينا لقدراتك فمن الصعب قوي بصراحه انها تتدارى، فعشان كده انا بقترح انك تسجل في واحده من النقابات الكبيره وترتقي فيها بسرعه فتعلي من مكانتك. فبيستغرب ريوما من كلامه وبيبقى مش فاهم حاجه، فبتفهمه اليز ان فعلا قدراته اعلى بكتير من اللي هم في سنه ومن الواضح انه طفل بقدرات مميزه جدا، وبكده هيبقى في ناس كتير فعلا عاوزين يستغلوا مهاراتك المميزه دي، عشان كده لازم تحترس كويس. وفي الوقت ده بتكون ايليا هي كمان بتبص لريوما بتعجب وبتساله عن الساعه السحريه بتاعته، فبيقول لها انها 198,000، فبتستغرب اكتر وبتقول له انه ازاي عنده كل الساعه الضخمه دي وبيقدر يتحكم في السحر بالمهاره دي، المفروض انه يواجه صعوبه في استخدام السحر، وانها عندها برضه 200,000 بس للاسف مش بتتحكم في السحر خالص. فبيستغرب ريوما من كميه السحر اللي عندها وبيعرف انها سليله واحد ماهر جدا في السحر. وفي الاخر بتطلب ايليا من ريوما انه يعلمها التحكم في السحر
وساعتها بيفهمها ريوما المنطق اللي اتعلم بيه السحر، وبينبهر الكل كالعاده منه وانه اول حد يفكر بالمنطق الممتاز ده. وبعد كده بيمشوا وبيتجهوا لنقابه تيما للمروضين، وطبعا بيسجل ريوما وإيليا في النقابه، بس الجد بيقول ان للاسف ريوما مش هيقدر يترقى في النقابه دي لانهم بيعتمدوا على رتبه الوحش اللي بيروضه المروض عشان يترقى، وريوما تخصصه السلايم بس، فعشان كده صعب جدا انه يترقى هنا. وبيقول الجد طيب مش مشكله، يلا بينا بسرعه على نقابه المغامرين، هي دي النقابه المناسبه ليك يا ريوما، وهناك انا متاكد انك هتترقى بسرعه كبيره. وفعلا بيروحوا لهناك وبيكون في اختبار قتال اجباري لتسجيل ريوما في النقابه، وبتكون كل العائله واقفين يراقبوا ريوما وبيشجعوه في الاختبار. وبيكون الاختبار عباره عن التصويب بالاسهم على الاهداف، وبيكون المراقب شكله شخص حازم جدا بس من معارف العائله برضه، وبيؤمر ريوما باصابه الاهداف. وفعلا بيستخدم ريوما مهارته في الصيد وبيصيب كل الاهداف في المنتصف بدقه عاليه جدا وكمان بسرعه كبيره جدا، لدرجه ان الكل بيكون مندهش جدا من مهارته، وكمان ما كانوش متوقعين ان ريوما بالمهاره دي في القتال كمان. وبيبقى الاختبار اللي بعده هو الاهداف المتحركه، وبنلاقي ان هي الاقراص الطائره، واللي اخترعها كان شخص عادي زي ريوما جه من عالم تاني، وهو اللي اخترع لهم سلاح البندقيه. وبيبدا الاختبار وبيصيب ريوما كل الاهداف برضه بدقه عاليه كالعاده، والكل كالعاده بينصدم برضه من مهاراته العاليه، وبيبقوا مش مصدقين اللي بيشوفوه. بس فجاه بيجي المراقب وبيحدف سكين على ريوما، لكن ريوما بيصده وبيهجم على المراقب بسرعه كبيره، فالمراقب بيتوتر، لكن بعد كده بيقول له ان الامتحان انتهى خلاص. فبيتوقف ريوما وبيعتذر للمراقب على رده فعله الفجائيه، فبيضحك المراقب وبيقول له تمام، انا حبيت اشوف رده فعلك بس، لكن انت طلعت ممتاز، انا استغربت ان عائله الدوق كلها جايه تراقبك، فعشان كده حبيت اعرف مين اللي العائله مهتمه بيه ده. وبنعرف بعد كده ان المراقب ده هو سيد النقابه بنفسه. وبعد كده بيروحوا للمكتب وبيقول سيد النقابه لريوما انه بقى مغامر من الرتبه جي في البدايه، وانه بعد كده يقدر يترقى لاعلى رتبه وهي الرتبه اس. وبيقول له بعد كده انه يقدر من دلوقتي يشوف المهام اللي تحت في النقابه ويقدر ينفذ المهام زي ما هو عاوز. وفي الاخر بينزل فعلا ريوما لتحت وبيقابل الموظفه وبتقول له انه يقدر ياخد اي مهمه في المستوى بتاعه، وبتوري له اللوحه بتاعه المستوى جي، فبيشكرها ريوما وبياخد بعد كده مهمه تنظيف المنازل لانه هيقدر يستخدم السلايم بتاعه فيها، وبكده هتكون المهمه سهله جدا. وفي اليوم الثاني بيجمع كل السلايم اللي معاه وبينطلق للمهمه، وعائله الدوق بتودعه وبيتمنوا له التوفيق. وبعدها بيوصل ريوما للمنزل اللي هينفذ فيه المهمه، وبتطلع له قطه بشريه وبتقول له هو انت بجد هنا للتنظيف؟ وبيتفاجئ ريوما بالرائحه الكريهه جدا اللي طالعه من المنزل، وبعد كده بيعرف نفسه ليها وهي بتقول له ان اسمها ميا وبتشكره جدا على المجيء لهنا. وفعلا بيفهم ريوما مشكله القمامه وانه في كميه كبيره جدا من القمامه في القبو بسبب مكب النفايات. وفي الاخر بيستخدم ريوما سلايم النفايه في الاول عشان تاكل كل القمامه، وبعد كده بيستخدم ريوما سلايم التنظيف وبينظف المكان، وبرضه بيستخدم مهاره سحر الارض عشان يقفل الجدار. وفي الاخر بيكون خلص المهمه في كام ساعه بس بكل سهوله، وبتبقى ميا في الوقت ده مندهشه ومش مصدقه نفسها من اللي شايفاه، وبيسالها ريوما عن رايها في المكان، وبتبكي ميا من الفرح وبتشكره جدا على اللي عمله، وبيفرح ريوما جدا من سعاده ميا وبيقول لها كده المهمه انتهت خلاص، فبتقول له طبعا، وبيخليها توقع على اتمام المهمه، وبيودعها ريوما بعد كده وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع ريوما بسعاده جدا لنقابه المغامرين عشان يقدم تقرير نجاحه، فبتبقى موظفه الاستقبال مندهشه جدا من اتمامه للمهمه، فبيقول لها ريوما ان ده مش مميز خالص لكنها بتديله في الاخر جايزه. وبيستغرب ريوما وبيقول لها هو ده مش كتير؟ فبتقول له الموظفه لا ده مناسب جدا، حتى ميا امرتني اننا نزود اجرك اصلا. فبيقول لها ريوما بس ده برضو كتير فعلا، وبتخلي الموظفه ريوما يوقع على اتمام المهمه واستلام المكافاه. وبعد كده بينده سيد النقابه على ريوما وبيدخل معاه الغرفه وبيقول له انت شكلك نظفت منزل ميا كويس. فبيقول له ريوما انت تعرف الانسه ميا؟ فبيقول له هي مغامره برضو، بس انا عمري ما تخيلت ان في حد هيقدر على تنظيف القبو بتاعها، انت ازاي عملت ده؟ فبيقول له ريوما بمساعده السلايم بتاعي، ده غير ان انا برضو بعرف شويه من السحر. فبيقول له السيد طيب كويس، احنا بقى محتاجين خبرتك في مهمه تانية. فبيقول له ريوما مهمه المراحيض العموميه مش كده؟ فبيقول له السيد وانت عرفت ده ازاي؟ فبيرد عليه ان انا شفتها في لوحه المهام. فبيقول له السيد يبقى كده مفيش داعي لشرح المهمه، بس المهمه دي اللي طلبها الحكومه، والموضوع بدا لما ما رضيوش يدفعوا المال للنظافه، انت اكيد سمعت عن انخفاض دخل المدينه الفتره اللي فاتت. فبيقول له ريوما ايوه انا سمعت عن انخفاض انتاج مناجم الصلب لمعدل اقل. فبيقول له السيد عشان كده حاولوا يقللوا التكاليف من مصاريف اداره المدينه، واخترعوا شويه اسباب ملهاش اي لازمه وعملوا اللي عملوه، فعشان كده ما حدش راضي يشتغل. فبيقول له ريوما ما تقلقش انا هستعد للعمل واروح بكره. فبيشكره السيد وبيقول له انت كمان ما تقلقش برضه، انا هتاكد انك تاخد راتب كويس جدا. وبيقول ريوما بعد كده لسيد النقابه ايه رايك لو عرفنا الدوق بالمشاكل دي، اكيد هو هيلاقي حل لكل ده. فبيقول له السيد انت ايه اللي خلاك تفكر في ده؟ فبيقول له لانهم ما كانوش يعرفوني خالص، بس قرروا انهم يستقبلوني ويساعدوني برضه من غير اي مقابل. فبيقول له السيد تمام خلاص نجرب نقول للدوق. وفي المساء بيجتمع ريوما مع اسره الدوق وبيحكي لهم اللي حصل، فبيتعصب الدوق جدا وبينده على كبير الخدم وبيقول له ان تقرير المكتب الحكومي قال ان التكاليف في المدينه ما اتغيرتش مش كده؟ لو اللي ريوما بيقوله ده صح فكده في اختلاس واضح في اموال الحكومه، ابحث في الموضوع ده بسرعه من فضلك. وبيشكر الدوق ريوما بعد كده وبيقول له انه بفضله قدر يكشف الجرايم اللي بتحصل في الحكومه، وبيتعصب الجد وبيقول ان الجرايم دي لا تغتفر. وبنلاحظ ان العيله كلها متضايقه جدا من ده، وبيشرحوا لريوما هم عملوا الوظيفه دي ليه اصلا من البدايه. الحمامات دي اتعملت عشان تبقى راحه وكمان دخل للفقراء اللي محتاجين شغل من عامه الناس. وفي صباح اليوم التالي بيروح ريوما للحمامات عشان يتم المهمه، وبيلاقي ان الريحه فعلا صعبه جدا، وبيبدا ريوما يوزع السلايم بتاعه على الاماكن. وبعد ساعات من العمل الشاق بيكون نظف الحمامات وخلاها جديده ونظيفه جدا. وبيلاحظ وهو بيشتغل ان اعداد السلايم بتاعته بتزداد لاضعاف، وبيكتشف ريوما برضو ان في مستنقع نفايات هنا، فبيجري بسرعه على نقابه المغامرين وبيبلغ باللي اكتشفه. وبيقابل بالصدفه عائله الدوق كلها هناك بياخدوا معلومات من سيد النقابه، وبيحكي ريوما بعد كده المشكله قدام الكل، وبيقول لهم ان لسه الوضع في ايديهم لان المستنقع الحمد لله لسه ما اتصرفش بره المنطقه. فبتطمن عليه اليز الاول وبتقول له المهم انت كويس وبخير؟ فبيقول لها كله تمام ما تقلقيش، انا نظفت نفسي كويس قبل ما اجي هنا وتاكدت ان ما جبتش معايا اي حاجه من التلوث ده هنا. فبيقولوا له لا احنا ما نقصدش كده، انت كويس؟ حاسس باي الم او اي حاجه؟
فبينصدم ريوما من انهم قلقانين عليه، وبيكون فرحان في نفسه ان في حد بيقلق عليه. وبيشرح سيد النقابه ان التلوث ده سحر مؤذي بيأثر على الانسان جسديا ونفسيا، ولو الحمامات دي ملوثه زي ما انت بتقول. فبيقطع ريوما وبيقول له انا عاوز انا اللي اهتم بالمهمه وباي شخص اتصاب من التلوث ده. فبيقول له السيد انت هتستمر في المهمه دي بالرغم من انك عارف بوجود التلوث الخطير ده. فبيقول له ريوما ايوه لازم نبيد التلوث من مصدره الاساسي، انا بس كل اللي محتاجه منك انك تتاكد ان محدش هيدخل في المنطقه دي لغايه لما طهرها بالكامل. بس بتكون إيليا قلقانه على ريوما وبتقول هو مش ده خطير على ريوما. فبيقول الجد ايوه احنا ممكن نخلي القوى العامله هي اللي تعتني بالوضع ده. فبيقول لهم ريوما انا ممتن من قلقكم عليا، بس انا مش عاوز الناس تتورط في المشكله دي عشان ما حدش ينصاب بالامراض الخطيره بسبب التلوث ده، فعشان كده من فضلكم خلوني اعتني بالمهمه دي انا والسلايم. فبتقول له إليز يعني انت محتاج السلايم بس عشان تتم المهمه دي مش كده؟ يعني تقدر تفضل بره المكان؟ فبيقول لها لا اكيد السلايم مش هيقدر على ده لوحده، لازم اساعد معاهم في المناطق الكبيره زي الحوائط والاسقف. وبيوريهم ريوما لوحه المهارات بتاعته وبيطمنهم عليه لانه عنده المقومات اللي بتخليه يقدر على المهمه دي. وبيكون فريق كامل من المغامرين موجودين معاه للحراسه بس. وبيدخل ريوما بعد كده وبيبدا في التنظيف من تاني. وفي وقت العمل بتيجي إليز وإيليا بالطعام والجرعات لريوما من شده قلقهم عليه. وحتى الدوق ورجاله بيكونوا شغالين في المكتب عشان يشوفوا حل للمشكله دي. وسيد النقابه برضه بيكون في مكتبه قلقان جدا على ريوما. وحتى المغامرين جيف وميا واللي معاهم بيكونوا قلقانين على ريوما. وبيقول له جيف يا ابني ارتاح شويه، وميا بتقول له انت اشتغلت كتير قوي ارتاح شويه. فبيشكرهم ريوما وبيقول لهم انه عاوز يهتم بالوضع ده كويس وينتهي منه بسرعه قبل ما يسبب ضرر للناس. وكده كده قربنا نخلص. وبيكونوا مذهولين منه. وبيرجع ريوما للعمل بسرعه كبيره. وبعد كده بيطلع لهم وبيكون خلاص خلص المهمه اخيرا. وبيكون الكل فرحانين بيه. وبيروح للنقابه يتمم انه خلص المهمه. فبيمدحوا سيد النقابه وبيقول له استعد لمكافاه كبيره جدا على العمل ده. وبيرجع ريوما بعد كده للمنزل وبيكون عايز يرتاح اخيرا. فبيلاقي ان النهار طلع من تاني. وبيفتكر ارهاقه في العمل قبل كده في حياته السابقه. وبيفتكر كمان امه وهي بتستقبله لما بيرجع من العمل مرهق جدا. ولما بيرجع ريوما للمنزل بيلاقي العائله كلها منتظراه وبيرحبوا بيه والكل بيهتم بيه. فبيبقى طاير من الفرحه ومش عارف يتكلم. وبيبكي من الفرح لانه حس بدفء العائله اللي ما حسش بيه من زمان من ايام جدته. وبيطلع بعد كده ينام ويرتاح في غرفته. وبيكون سعيد جدا لوجوده في العالم ده. وفي الوقت ده بتكون إيليا وإليز بيعدوا الطعام لريوما وطبعا معاهم الخادمات. وفجاه بيقول لهم كبير الخدم انه هيصحي ريوما من النوم. فبتشكره إيليا. ولما بيصحى ريوما وبيشوف الفطور المذهل ده بيكون مندهش جدا. وبيقول لهم هو بجد السيده إيليا استيقظت باكرا عشان تعمل لي الاكل ده كله؟ فبتقول له إيليا ايوه مع ان امي والباقيين ساعدوني فيه. فبيقول له هيوز هي من الاخر عاوزه منك طلب يا ريوما. فبتطلب منه إيليا بحرج انه يعلمها اللعب بالسحر عشان تطور سحرها وتقدر تتحكم فيه زي ما قال لها. فبيقول لها ريوما طبعا هعلمك زي ما وعدتك. وبيقول لها ريوما انت بقى عملتي الاكل ده كله عشان كده بس؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها ريوما انا ممتن ليكي جدا على الطعام الرائع ده. وبياكل وهو سعيد جدا. وبتساله إيليا بعد كده عن طعم الاكل هل هو كويس؟ فبيرد عليها وهو سعيد ده لذيذ جدا. فبتفرح إيليا وبتقول له الحمد لله. وبعد كده بيبدا الكل يمدح الطعام. بس هيوز الغشيم برضه بيبوظ الدنيا وبيقول ازاي يعني اللحمه مع البيض وهيبقى طعمه مش حلو. فبتتضايق منه إيليا جدا هي وباقي النساء. فبيخاف هيوز وبيركز في الاكل وهو ساكت. وبعد كده بيقدم كبير الخدم لريوما الشاي وبيساله لو عاوز يتعلم اي حاجه نفسه فيها. فبيفرح ريوما وبيقول له لو ممكن اتعلم شويه من الحركات الهجوميه في السحر. فبيرد عليه كامل بما انه الساحر وبيقول له انت جيت للشخص المناسب اعتمد عليا يا ريوما. فبيشكره ريوما وبيروحوا بعد كده المنطقه مناسبه للتدريب. وبيسال ريوما إيليا هو انت كويسه في سحر النار والجليد مش كده؟ فبتقول له ايوه. فبيستغرب ريوما وبيقول لها الاثنين دول اصعب سحرين. بسحر الجليد هتقدري تعملي المزخرفات الجليديه وبالنار هتعملي شبه الالعاب الناريه. وبيقول لها ريوما بعد كده انها تجرب وبحيث ان التجربه كده ممكن تكون صعبه عليها شويه. فبيسالها مش انت كويسه في سحر الماء مش كده؟ فبتقول له انا مش قويه فيه بس هحاول عادي. وبيوريها ازاي تلعب بيه وبيعمل فقاعات الماء والهواء وبيكون منظرها جميل. وبتبقى إيليا فرحانه بيها جدا. وبتجرب بعد كده السحر زي ريوما وبتنجح وبتبقى فرحانه جدا بس بتنفجر فقاعاتها بسرعه عن فقاعات ريوما. فبتستغرب إيليا. فبيقول لها ريوما انه بيتخيل الماء ده عباره عن السائل اللزج اللي في السلايم عشان كده بتفضل لوقت اكبر بكتير. فبتتخيل إيليا زي ما قال لها ريوما وبتجرب السحر تاني وفعلا بتنجح المره دي وبتكون فرحانه بنجاحها. وبيوريهم بعد كده انهم ممكن يعملوا فقاعه كبيره جدا في الحجم ويلعبوا بيها كمان. وبيفضلوا يلعبوا بيها ويرموها لبعض وبيكون الكل مبسوط. وبعد كده بيحب ريوما يوريهم حاجه جديده وبيخليها تبقى على شكل سمكه وبتسبح في السماء وبيكون الكل مبهورين فعلا من المنظر. وبتبقى إيليا فرحانه جدا بتعلمها اللعب بالسحر وبتشكر ريوما جدا على تعليمها. وبعد كده بيروح ريوما مع كامل لتعلم الحركات الهجوميه بالسحر. وبيعلم كامل السحر اللي يعرفه كله لريوما. بس ريوما بيكون ممتاز وبيتعلم كل ده بسهوله جدا. وبيبقى كامل مش عارف يعلمه ايه تاني. فبيقرر كبير الخدم انه يعلمه شويه كمان من سحر الفضاء بتاعه. فبيفرح ريوما جدا وبيقول له كامل انت محظوظ جدا يا ريوما. فبيشكر ريوما كبير الخدم. وبيساله كبير الخدم بعد كده انت تعرف ايه عن سحر الفضاء غير الصندوق؟ فبيقول له ريوما انا كمان بعرف استخدم النقل الفضائي. فبيقول له كبير الخدم طيب ورينا كده سحرك ده. وبيستخدم ريوما السحر بتاعه وبيكون كبير الخدم منبهر بيه طبعا. وبيقول له انت كده شكلك جاهز لتعلم السحر الفضائي زي ابعاد ودوران المنزل. فبيفرح ريوما جدا وبيقول له بجد. فبيقول له كبير الخدم امال ايه كل حيل سحر الفضاء شبه بعضها خالص فما تقلقش. وبيبدا كبير الخدم يعلمه الاول سحر الدوران وهو السفر بالصوره الذهنيه للمكان. وفعلا بينجح فيها وبيشكر كبير الخدم بعد كده. وبيدربه بعد كده على حيله بعد المنزل وهي عباره عن اسلوب متطور من حيله الصندوق يعني عباره عن مساحه اكبر بكتير للتخزين البعدي. وبيفضل ريوما يجرب اكتر من مره لغايه لما بيتقنها كويس بس بيكون تعب جامد جدا. وبيفرح ريوما جدا في اللحظه دي وبيقول اخيرا هقدر كده اشيل فيها السلايم مش كده؟ وبيشكر كبير الخدم. فبيقول له كبير الخدم ان ده كله بسبب اجتهاده في العمل وانه سعيد جدا عشانه. وبيقول له يلا بقى نرجع للسيده الجو قرب يضلم هنا. وبيبقى ريوما مش واخد باله بسبب شده تركيزه في التدريب وما انتبهش للوقت خالص. وبعد كده بيرجعوا ليهم. وفي اليوم التالي بيروحوا المنجم جيول الشمالي المهجور وبيكون الهدف من كل ده هو تعليم إيليا مهارات قتال الوحوش. وبيقول الدكتور ريوما وإيليا ان واجب كل رجل نبيل هو حمايه ارضه
ومواطنيها، عشان كده بيكون المفروض علينا نحمي الاراضي من اللصوص والوحوش اول ما تظهر. فبيقول له ريوما حتى السيدات كمان لازم تعمل كده؟ فبيقول له الجد ايوه طبعا، ده دور كل اللي اتولدوا من عائله الدوق. وبتقول لهم اليز ان التدريب على القتال وانواع السحر المختلفه واللباقه والتربيه الوطنيه والامور الاقتصاديه وحاجات تانية كتير ده دورنا اننا نتعلمها. فبيقول لهم ايوه فهمت. فبتقول له ايليا عشان كده انا اروح للعاصمه الملكيه قريب. فبيفكر ريوما ان ايليا تروح للعاصمه الملكيه قريب، وبيبقى طبعا متضايق انه هيبقى لوحده. وبيوصلوا بعد كده للمنجم، وبيفتح ريوما المنزل البعدي بتاعه وبيطلع كل السلايم بتاعته، وبيسال هيوز ريوما وايليا بعد كده اذا كانوا مستعدين، وبينطلقوا بعد كده. وبيظهر اول وحش في المنجم ليهم، وبيخلوا ايليا هي اللي تهتم بامره، وبتستخدم ايليا سحر سهم التلج وبتهجم عليه بس ما بتجيش فيه، وبيهجم عليهم الوحش بسرعه بس بتضربه بسهم تاني وبتخلص عليه، وبتكون فرحانه جدا. وبعد كده بيكون الدور على ريوما، بس بيلاقوا انهم 4 وحوش، فبيكون الفريق عاوز يهتم بالوضع، بس ريوما بيقول لهم مفيش مشاكل وانه هيهتم بالوحوش دي لوحده. فبتقول له ايليا حظ سعيد، وبيطلع ريوما السكينين بتوعه وبيهجم على الوحوش بسرعه كبيره، وبيتفادى هجمات الوحوش عليه وبيخلص عليهم كلهم. وبيبقى الفريق وايليا مندهشين من قدراته وانه قدر يخلص عليهم بالمهاره والسرعه الكبيره دي. وبعد كده بيخلص ايليا وريوما على عدد كبير جدا من الوحوش، وفعلا بيهزموهم شر هزيمه، وبيطلعوا بعد كده وبيقرروا خلاص انهم هيطلعوا من الكهف. وفجاه بتاخد ايليا بالها من وجود سلايم معدني في المكان، وبتجري ايليا عشان تمسكه وبتحبسه في حاجز جليدي قبل ما يهرب منهم، وبتديه ايليا لريوما كهديه بعد كده عشان هو علمها ازاي تلعب بالسحر. فبيفرح ريوما وبيقول لها انت متاكده من ده؟ فبتقول له طبعا. فبيفرح ريوما جدا وبيشكرها على ده، وبيطلعوا بعد كده وبيبلغوا اللي شافوه للدوق. فبيقرر الجد انهم من الافضل يبلغوا النقابه بالمهمه دي، وبيستخدم ريوما بعد كده سحر الكيمياء بره على التربه الحمراء اللي بيلاحظ ان فيها حديد، وفعلا بينجح في صنع الحديد من التربه، وبيكون الكل مبهورين بموهبته العبقريه دي. وبيقول الجد بعد كده صحيح يا ريوما كان في حد انا عاوز اقدمه ليك بس انا نسيت. فبيستغرب ريوما وبياخدوا الجد للسيد ريمباك اللي عنده شركه مورجان التجاريه، وبيوري ريوما السيد ريمباك الحديد اللي طلعه من التربه. فبيكشف عليه السيد ريمباك وبيكون منبهر جدا من اللي شافه، وبيقول له انت فعلا كيميائي حقيقي. وبيوري ريوما بعد كده كل الحاجات اللي صنعها وبيكون منبهر بيهم جدا، وبيتفق مع ريوما والدوق انه هيبدا يسوق السلع اللي بينتجها ريوما كلها، بس بيشترط ريوما ان فكره ان هو اللي بيصنع الحاجات دي تفضل سر بينهم هم بس. فبيستغرب السيد ريمباك وبيساله عن السبب. فبيقول له الدوق لو الخبر انتشر ان ريوما هو اللي بيصنع كل الحاجات المذهله دي وان هو كمان كيميائي حقيقي، فكده هيسعى ناس كتير لاستغلاله، وكمان احنا عايزين الارباح كلها تبقى لحساب ريوما. فبينصدم ريوما وبيقول لهم لا ده كتير جدا عليا. فبيقول له الجد ان مفيش حد محتاج المال منهم، وانه اصلا كده كده هو اللي مخترع كل ده، فده حقه طبيعي. فبيشكرهم ريوما وبيكون فرحان جدا. وبيجرب ريوما بعد كده بعد ما بيرجع للمنزل اثار الهجمات على السلايم المعدني، وبيجرب عليه كل حاجه. فبيكتشف ان مفيش حاجه بتاثر عليه غير الحمض بس. وبتيجي ميا بعد كده لريوما وبتنده عليه، وبيكون معاها فريق المغامرين، وبيقول له شايف انت مستعد للذهاب؟ فبينزل لهم ريوما بسرعه وبياخد كل السلايم معاه في المنزل البعدي، وبتتمنى له ايليا حظ سعيد في صيد الوحوش. وبيوصل ريوما مع الفريق لمكان المناجم عشان يصطادوا الوحوش، وبنلاقي سيد النقابه بيشرح لهم ان الوحوش اللي جوه هي السرعوف والخفافيش وكمان وحش الفأر الصغير، وطبعا هنلاقي عدد كبير جدا منهم جوه، وهي دي المشكله، فعشان كده خليكم حذرين كويس. وبيدخل المغامرين بعد كده للمنجم، وبيقول شيف لريوما انا سمعت انك اترقيت للرتبه اف مش كده؟ فبيقول له ريوما ايوه انا كانت وظيفتي الاخيره كافيه لتاهيلي للترقيه. فبيقول له شيف ما تقلقش لو قمت بعمل جيد كمان في صيد الوحوش فكده هيتم ترقيتك على طول للرتبه ايه. وبعد كده بينقسم المغامرين لفريقين، وفي الطريق بتسال ميا ريوما هو عدد السلايم بتاعك قد ايه؟ فبيقول لها 728 سلايم لاصقه و323 سلايم سام و211 حمضي و3033 سلايم القمامه و11 سلايم نقي و2 من السلايم الشافي وسلايم واحد معدني وسلايم عادي واحد برضه، يعني مجموعهم كلهم 4310 سلايم. فبيبقى الكل منبهرين جدا من عدد الوحوش اللي ريوما قدر يروضها. وبعد كده بتساله ويلانا ايه هي الاسلحه اللي بتقدر تستخدمها؟ فبيرد عليها انه في معظم الوقت بيحارب بالقوس، بس بيقدر برضه يستخدم الخناجر والقتال من غير اسلحه برضه، وبرضه بيعرف يستخدم شويه من السحر الهجومي. فبتقول له يعني انت بتعرف تركز على الوحوش الطائره بسحرك الهجومي؟ انت الوحيد اللي بتقدر تستخدم السحر الهجومي في الفريق. فبتقول له ميا انا برضه بعرف استخدمه بس ساعه الطاقه السحريه بتاعتي قليله جدا. وبتقول له البنت الارنب انها مش بتعرف تستخدمه خالص اصلا. وفجاه بتحس ميا بقدوم الوحوش وبتقول للفريق كله عشان يستعد، وفي اللحظه دي بنلاقي 3 من السعوف هيهجموا عليهم، بس بيخلص عليهم الفريق بسرعه، وبيكون الفريق مستاء لان المهمه دي سهله خالص لان كل الوحوش عباره عن حشره السعوف والفئران الصغيره. بس ميا بتكون مرتاحه وبتقول لهم احنا هنبقى في مشكله لو عدد كبير من الوحوش القويه هجم علينا فجاه، خلينا كده احسن دلوقتي. ولسه هيكملوا في طريقهم فبتلاحظ ويلانا رائحه عدد كبير جدا من الخفافيش في الكهف، بس بتيجي فكره لليوم عشان يتخلص من كل الخفافيش دي مره واحده وبيقولها للفريق. فبيقولوا له لو هتقدر تنفذها يبقى كتر خيرك. وفعلا بيجرب ريوما الفكره بتاعته وبيضرب قنبله الصوت، بس في نفس الوقت بيعمل عازل صوت عليه هو واصدقائه عشان ما ياثرش السحر عليهم. وفعلا بعد الهجوم ده بيقرب الفريق على الوحوش، فبيلاقي ان كل الوحوش ميته في الغرفه اللي موجوده فيها واعدادهم كبيره جدا، وبيمدح فيه اصدقائه. وبعد كده بيخلي ريوما السلايم بتاعه يكبر في الحجم وياكل كل الوحوش دي مره واحده، وبكده بيستمر اصطياد الفريق للوحوش جوه المنجم. وبعد كده بيروحوا ياخدوا استراحه، وبيلاحظوا بعد كده بقلق بره عند سيد النقابه وكل المغامرين متجمعين، وموظفه الاستقبال بتقول ان الوضع طارئ وخطير جدا. وبيقول السيد ان في فريق قابل مجموعه من الجوبلين في المناجم، ومن المعلومات اللي اتقالت فممكن يكون في قريه كبيره للجوبلين فيها اكتر من 500 وحش جوه. فبينصدم كل المغامرين وبيقول ريوما انهم لازم يتخلصوا من كل الوحوش دي بسرعه قبل ما تكبر، المشكله اكبر من كده. فبيقرر سيد النقابه انهم لازم يبداوا في عمليه تطهير الجوبلين بسرعه،
وبنعرف بعد كده ان فريق الجوبلين في اعماق المنجم، واول خطوه للهجوم على الجوبلين هي نشر المغامرين في كل المنجم عشان نمنع الجوبلين من الهرب. وبتبدا العمليه بعد كده، وبنلاقي ميا والارنبه بيدخلوا للمنجم وبيشدوا انتباه الجوبلين عليهم، وبعد كده بيهربوا منهم بسرعه وبيجروهم لمنطقه معينه. وفي اللحظه دي بيكون ريوما عامل فخ في الطريق وبيخلي كل الوحوش تقع في السلايم الحمضي وبيقضي عليهم كلهم بسرعه كبيره، واللي بيهربوا من الخندق بيخلص عليهم الفريق بالسهام. وهي دي الطريقه اللي تعاون بيها المغامرين في القضاء على الجوبلين. وبيلاحظ المغامرين بعد كده ان عدد الجوبلين اكتر من 1000 وحش لدرجه انهم مش عارفين يعدوهم اصلا. بس بيقابل المغامرين مشكله، وهي ان الاسهم بتخلص منهم واعداد الوحوش كتيره جدا برضه. وبيقرر ريوما في اللحظه دي انه يخلص على كل الجوبلين دول لوحده مع السلايم بتاعته، وفعلا بيهجم عليهم بالسلايم وبيستخدم قنبله الصوت، وبيتراجع كل الفريق بسرعه في اللحظه دي وبيغطوا ودانهم كويس. وبعد كده بيكون ريوما والمغامرين انتصروا على الجوبلين وخلصوا عليهم كلهم. وبيكتشف المغامرين بعد كده ان عدد الجوبلين اللي في المكان حوالي 2000 وحش. وفجاه بعد ما افتكر المغامرين انهم انتصروا خلاص، بنلاقي قائد الجوبلين ظهر فجاه ومعاه مجموعه من الجوبلين المتطوره. فبيتحرك ريوما بسرعه وبيخلي السلايم تهجم على الجوبلين بسرعه كبيره عشان يلحق الموقف، وفعلا بيخلص عليهم بسرعه وخلاص بتكون كده تمت المهمه. وبيجمع ريوما الفريق بتاعه حواليه بعد كده، وبيخلي سلايم التنظيف تنظفهم بسرعه من الاوساخ قبل ما يطلعوا من المنجم. وبيكون اصدقاء ريوما مش مصدقين انهم قدروا يتخلصوا من قذاره الجوبلين اللي كانوا فاكرين انها مش هتطلع ابدا، وانهم كانوا خلاص هيرموا الملابس بتاعتهم دي لانها باظت كده بسبب الاوساخ والرائحه الكريهه. وبعد ما بيطلع ريوما بره المنجم بيلاقي ليفن الباحث مندهش من قدره السلايم الشافي على شفاء المصابين، وبيقول له ان درجه الشفاء بتاعه السلايم بقت عاليه جدا. فبيتفاجئ ريوما وبيقول له ان ده تطور غير متوقع خالص. فبيقول له ليفن ان ده ممكن حصل نتيجه كتر استخدامهم للشفاء على المصابين، بس ده مفيد جدا برضه دلوقتي. وفي الوقت ده بيتجمع المغامرين حوالين ريوما وبيشكروه على انقاذهم ومساعدتهم في القضاء على الجوبلين جوه المنجم، وبيكونوا مندهشين جدا من انه قدر يتحكم في كل السلايم دول لوحده. وبيكون اصدقائه بيتفرجوا عليه والناس بتشكره وبيكونوا سعداء وبيقولوا انه مجرد ولد صغير، بس في الحقيقه هو مغامر كامل متكامل بكل تاكيد. وبيجمع بعد كده سيد النقابه كل المغامرين وبيشكرهم على اتمام المهمه الكبيره دي، وبيقول لهم انه هيكون ليهم زياده كبيره على مكافئتهم كلهم اكيد. فبيفرح كل المغامرين وبيطيروا من الفرح. وفي المساء بيرجع ريوما مع اصدقائه للبلده، وبيفضل اصدقائه يسالوه اسئله كتير طبعا عن السلايم وايه طعامها وكل حاجه عنها وازاي هي قويه كده بالرغم من انها وحوش ضعيفه في الاصل. فبيطلع ريوما بعد كده لجيف وبيقول له انا هكمل مكانك، تقدر ترتاح انت شويه، انت اكيد تعبت جدا من الطريق والتركيز طول الوقت. فبيقول له جيف ما تقلقش عليا وارتاح انت كمان، انت اكيد تعبان جدا من كل المجهود اللي عملته النهارده. فبيقول له ريوما ايوه انا ما كنتش فاكر ان هيكون في كل العدد ده من الجوبلين. فبيرد عليه جيف ان المفروض المهمه دي كنا عملنا لها تحضير افضل من كده، بس اهو الظروف بقى، انا دلوقتي هكمل قياده العربه وانت بقى تقدر ترتاح شويه وما تقلقش عليا. فبيشكره ريوما وبيرتاح زي ما قال له جيف، وبيقول في نفسه انه سعيد جدا لانه جه العالم ده والكل لطفاء جدا معاه على عكس حياته السابقه. وبعد كده بيوصل ريوما للمنزل وبيودعوا اصدقائه، وبيدخل للمنزل وبيقعد مع العائله وبيحكي لهم كل اللي حصل في مغامراته، وبتشكره العائله بعد كده على عمله الشاق. فبيقول لهم ان في حاجه تانية برضه عاوز يناقشها معاهم، وبيقول لهم انه اخيرا قرر هو ناوي يعمل ايه، وبيقول لهم انه مهما شكرهم مش هيقدر يوفيهم حقهم لمساعدتهم ليه كل الفتره دي، بس هو ناوي ينفصل عنهم ويعتمد على نفسه بعد كده. فبتندهش إيليا والعائله وبيقولوا له ايه السبب اللي مخليك عاوز تنفصل عننا. فبيقول لهم انه لو فضل معتمد عليهم في كل حاجه فكده هيكون شخص مش كويس، وانهم ساعدوني يجي معاهم الرحله دي ويسجل في النقابه، وبمساعدتهم هو بقى مغامر لائق جدا، ومع ذلك هو حاسس انه بقى مدلل جدا عشان كده عايز يرجع خطوه لورا. فبيزعل افراد العائله وبيكون رجاله الضوج بيتصنطوا على الباب، وبتيجي الخادمات وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فبيقول لهم يوز يسكتوا عشان يسمع كويس. وبتسال اليز ريوما وبتقول له بس انت مش هتسيبنا للابد مش كده. فبيقول لهم ريوما لا طبعا انا بحبكم كلكم جدا، انا كل اللي عاوزه بس ان ادرب نفسي كويس تاني بما اني بدات احس بالراحه. فبتقول له اليز مدام كده تمام ما تقلقش. فبتقول لها إيليا ايه ده انت مش هتمنعي يا امي من انه يمشي. فبتقول لها زي ما انت عاوزه تروحي العاصمه هو كمان عاوز فرصه عشان يكبر، لكن عشان اكون صريحه معاك انا حاسه ان ده مش ضروري، اقصد انك يا ريوما لسه عندك 11 سنه بس، فانت اكيد لسه تستحق التدليل. فبيقول لها الدوق مش احنا اتكلمنا في ده قبل كده يا اليز. فبتقول له انا عارفه بس برضه. وبيكون ريوما وإيليا مش فاهمين حاجه، وبتقول لهم إيليا انتوا بتتكلموا على ايه. فبيقول لهم الجد احنا كنا متاكدين من مجيء اليوم اللي هتقول انك عاوز تعيش لوحدك، احنا شفنا اطفال كتير زيك. فبيستغرب ريوما وبيقول له كبير الخدم انت اول ما وصلت المدينه الغريبه عليك سجلت نفسك في النقابات واشتغلت بجد في وظيفتك، واكيد كل ده مش طبيعي للدرجه دي، عشان كده توقعنا انك هتفتح الموضوع ده قريب، بس الفكره انك اخدت الخطوه دي اسرع مما تخيلنا. فبيقول له الجد احنا اكيد مش هنمنعك بس اتاكد كويس انك ما تضغطش على نفسك، فبعض الاحيان المجهود الزائد بيكون مؤذي جدا، وعشان نوافق على اللي انت عاوزه ده عندنا شويه شروط. اول شرط هو انك تبلغنا بكل جديد اول باول في خطاب، والتاني هو انك تزورنا من وقت للاخر عشان نتاكد ان الامور ماشيه معاك كويس، والتالت هو انك ما تترددش ابدا في طلب المساعده مننا في اي وقت. فبيفرح ريوما وبيوافق على كل شروطهم، وبعد كده بتقول إيليا لريوما انها زعلانه جدا لرحيله بس ما دام ده قراره فهي هتحترمه، بس انا كمان هيكون عندي شرط اضافي وهو اننا هنتقابل كل 3 سنوات عشان انا هتخرج من المدرسه بعد 6 سنين، وبعد 3 سنوات بناخد عطله طويله شويه للراحه عشان كده نتقابل وقتها. فبيوافق ريوما على طلبها وبتبقى العائله كلها سعيده بعد كده، وبتقول له إليز ان لسه في حاجه تانية برضه. فبيقول لها ايه تاني. فبتقول له ان طول ما هو في المدينه هيفضل في الفندق زي ما هو عايز. فبيبقى ريوما لسه عاوز يعترض، فبتغضب إليز وبتقول له انهم قرروا وخلاص خلص الموضوع. فبيتوتر ريوما وبيوافق على طول، وبيسالهم ريوما واحنا هنفضل في المدينه دي قد ايه تاني. فبيقولوا له لغايه خروج ضفادع الجريل. فبيستغرب ريوما وبيقول لهم هو مش ده اللي بيستخدموا جلده في صنع الاسلحه صح. فبيقولوا الجد ايوه، وكمان بنقدر نستخدم اعضائها الداخليه في صناعه الادويه، وهم كل سنه بيظهروا باعداد كبيره جدا بالقرب من بحيره قريبه من هنا. فبيقولوا ريوما هو انت عاوز تستخدمهم في التدريب القتالي. فبيقولوا الجد لا خالص، الهدف الاساسي هو طيور الليمور اللي بتتجمع في نفس الوقت برضه. فبيستغرب ريوما وبيكون مش عارف ايه الطيور دي. فبتوريها له إيليا في الكتب وبيعجب ريوما جدا بريش الطيور الجميل.
فبتقول له اليز ان صوتهم كمان جميل جدا، وهي مطلوبه بشده كمان لانها بتطير بسرعه كبيره جدا، بس الامساك بيهم صعب، عشان كده قليل قوي لما بنلاقي مروضين عرفوا انهم يروضوا الطيور دي. وبتقول ايليا ان تقريبا في الوقت اللي بتتجمع فيه الطيور دي بتكون مغطيه يعتبر البحيره كلها، فبيبقى ريوما متحمس جدا لرؤيه المنظر الجميل ده، وبيقول له افراد العائله انه لازم يجي معاهم للبحيره في الوقت ده، فبيوافق ريوما بكل سرور انه يروح معاهم في اليوم ده، وبتبقى ايليا هي كمان متحمسه جدا. وبعد كده بيسال الدوق ريوما انت تقصد ايه بالضبط بفكره انك تعيش لوحدك؟ فبيقول له ريوما انه يقصد انه يعيش كمغامر في المدينه ويؤسس علاقات مع الناس ويدرب نفسه كويس، وكمان يبدا في اي عمل خاص بيه. وبيقول لهم انه بيفكر انه يقدم خدمه غسيل الملابس باستخدام سلايم النظافه اللي بتقدر حتى تنظف اوساخ العفاريت. وفي اللحظه دي بيدخل كل رجاله الدوق وكمان الخادمات وبيقولوا له اكيد هيكون مشروع ناجح جدا. فبيقول لهم الجد ايه ده؟ انتوا كنتوا بتتصنطوا علينا؟ فبيقول له هيوز لا احنا ما كناش نقصد خالص، بس كامل. فبيقطعوا كامل وبيقول له ما تلبسهاش فيا يا عم انت. وبتقول الخادمه لليوم ان خدمه الغسيل دي هتكون ناجحه جدا، وبتقول له الخادمه الثانيه ان المغامرين بيتخلصوا من المعدات بتاعتهم اول ما بتتوسخ او تبقى ريحتها قذره، بس ما دام انت هتقدر تنظفها فاكيد انت كده هتجني مال كتير جدا. وبيقول له كبير الخدم انه كمان متفق معاهم في كل ده. فبيقول الجد ما دام الموضوع كده فخلاص هنناقش الموضوع ده مع التاجر صاحب شركه مورجان التجاريه، اكيد هو هيقدر يساعدنا في الموضوع ده. وبيقول له الدوق ما دام انت هتفضل في المدينه ممكن تعمل لنا خدمه صغيره. فبيسالوا ريوما هي ايه؟ فبيقول له الدوق انه بس لما يتوفر ليك وقت بين العمل ومغامراتك ممكن تبقى تدير المناجم المهجوره، كل اللي عاوزينه انك تتابعها بس بشكل دوري عشان الوحوش ما تستقرش هناك. فبيقول له ريوما تمام ولا يهمك، الموضوع سهل خالص. وبيلاحظ ريوما ان حتى وهو مستقل برضه بيتلقى منهم المساعده، وبيشكرهم ريوما على مساعدته دايما، وبيكون فرحان بوجود اشخاص بيهتموا بيه وبمصلحته. وفي اليوم التالي بيروح ريوما مع ايليا لشركه مورجان عشان يناقش المشروع بتاعه، وساعتها بينبهر رئيس الشركه جدا بالمشروع، وبيبقى مندهش اصلا من وجود سلايم ليه القدره على تنظيف الاوساخ كده، وكمان اوساخ العفاريت صعبه التنظيف. وبيقول لريوما انت افكارك دايما مذهله، وبيقول له انه قادر يشوف نجاح الفكره دي من دلوقتي في دماغه، وبيقترح عليه الرئيس انه يسجل في نقابه التجار، وبيقول له ان ده مناسب ليه جدا لان خدمه التنظيف بتاعته دي هتجني ارباح كتير جدا. وبيقول له الرئيس لو انت عاوز تسجل يلا بينا دلوقتي. فبيقول له ريوما تمام لو مش هعطلك. فبيقول له الرئيس عطلت ايه يا جدع؟ ده احنا بقينا اهل خلاص. وبيروحوا بعد كده للنقابه وهم في الطريق بالعربه بيقول الرئيس انه مستعد لمساعده ريوما في المشروع ده لاقصى درجه ممكنه، وحتى ايليا بقت متحمسه جدا من كلام الرئيس. وبيروح ريوما بعد كده لسيده النقابه وبيعرف نفسه ليها، وبيقول لها انه عاوز يسجل نفسه في النقابه النهارده. فبتعرف سيده النقابه نفسها وبتقول له انا جليس وانا سيده النقابه دي، وبتقول له انت ناوي تقدم خدمه التنظيف مش كده؟ فبيقول لها ايوه. فبتقول جليس لرئيس شركه مورجان انتوا عايزين تسجلوا عشان الارباح هتكون كتير وعايزين تتفادوا الضرايب والمخالفات مش كده؟ فبيقول لها ايوه بخصوص الموضوع ده، وبيعرضوا عليها الفكره. فبتقول جليس لريوما ان طريقه تفكيره عجبها جدا وان الفكره دي ممتازه جدا. وبعد كده بتسمح جليس لريوما بانه يسجل نفسه في النقابه، وبيقول لها الرئيس انه عاوز يحدد مكان المتجر كمان. فبتقول له جليس انت شكلك مصمم تتعبني وخلاص، بس مش مشكله استنى. وبتطلع لهم خريطه المتجر مميز وبتقول له روح بص عليه بصه وقول لي رايك، هو في شويه مشاكل بس انا هديهولكم بثمن قليل جدا. وبيروحوا للمتجر وبيلاقوا مبنى كبير ومدمر حرفيا. فبيقول له الرئيس ان ده كان عباره عن نزل ومستودع في نفس الوقت، بس النيران مسكت في المكان من فتره ودمرت كل حاجه. وبيبص ريوما بعد كده على الخريطه فبيلاقي ان المكان في وسط منطقه سكنيه وكمان قريب من نقابه المغامرين وقريب كمان من المنطقه الصناعيه، فبكده بيكون موقع المتجر ده رائع جدا. وبيقرر ريوما بعد كده انه يشتري المكان ده. فبيقول له الرئيس ما تقلقش انا هتولى امر الاوراق. فبيقول له ريوما انت متاكد من ده؟ فبيقول له الرئيس ايوه وما تخافش مش هعمل لك ده ببلاش، انا هاخد عموله اكيد. وبيقول له انا ناوي اسلفك شويه موظفين من عندي عشان تبدا بيهم المشروع بتاعك، وهم محترفين جدا وهيساعدوك كويس في اداره مشروعك. وبيبدا ريوما بعد كده في اعاده تنظيف المتجر وبناء المتجر من جديد، وبيساعدوا كل اصدقائه ورجاله الدوق كمان. وبكده بينتهوا من اعداد المتجر. وبعد كده بتسال ايليا ريوما هو انت مش شايف ان المنطقه المحيطه بالمتجر ما فيهاش اي مناظر طبيعيه خالص؟ ايه رايك نزرع الازهار والاعشاب؟ فبتعجب ريوما الفكره وبيقول لها فعلا دي فكره مدهشه، وفعلا بينفذوا الفكره وبيرجعوا للمنزل بعد كده. وهم في الطريق بيفكر ريوما انه يعمل حفل افتتاح للمتجر، وفي المنزل بيقول لعائله الدوق بعد كده انه قرر يعمل افتتاح للمتجر بتاعه، عشان كده بيتمنى من الجميع انهم يحضروا الحفله ده. وبيروح يدعو كمان سيد نقابه المغامرين واصدقاء المغامرين كمان، ودعا كمان سيده نقابه التجار، وبيكون الكل فرحانين وبيقولوا له انهم هيجوا بكل تاكيد. وبعد كده بيكون السيد ريمباك مع اولاده في العربه ورايحين للحفل بتاع متجر ريوما، وبيكونوا مبهورين بكل حاجه حتى اسم المتجر. وبيكون جوه المتجر ريوما مع الخادمتين بيجهزوا الطعام للحفل، وبتبقى ايليا كمان بتساعدهم وبيشكرهم ريوما بعد كده لمساعدتهم ليه. وفي الوقت ده بيدخل السيد ريمباك واولاده المتجر، وبيكون الاولاد فاكرين ان ريوما قريب عائله الدوق، بس بيوضح لهم ابوهم ان ده مش صحيح. وبيجي ريوما في اللحظه دي وبيرحب بيهم، وبيقدم الدوق الولدين لريوما وبيكونوا هم مساعدينه الجدد. فبيرحب بيهم ريوما وبيقدم نفسه ليهم، وبيقول السيد ريمباك ان الاثنين دول صغيرين في السن بس هم كانوا مدير الفرع والنائب بتاعه لفرع من افضل فروع شركتي فرع لويام. وبياخدهم ريوما بعد كده للداخل عشان يعرفهم طريقه العمل في المتجر، وبيوريهم حقائب مخصصه وبيقول لهم انهم بيطلبوا من الزباين شراء الحقائب دي الاول عشان يحطوا فيها ملابسهم المتسخه، وكمان الاكياس دي في منها احجام مختلفه وبيقدروا يستخدموها اكتر من مره زي ما هم عايزين. وبيقول لهم بعد كده على الاسعار، بس بيكون طبعا سعر الكيس هو اللي بيختلف على حسب حجمه. وبعد كده بتاخدوا المال منهم والغسيل اللي هيتغسل طبعا، وبتدوهم فاتوره ملكيه، والفاتوره دي هي اللي هيحتاجوها عشان يستلموا الملابس بتاعتهم من تاني. والملابس اللي بتاخدوها في الحقيبه بتحطوها على الرف بعد كده، والغرفه دي بيكون فيها سلايم التنظيف اللي هياخد الملابس وينظفها كويس جدا. وبيسالهم بعد كده انتوا سمعتوا عن سلايم التنظيف ده؟ فبيقولوا له ان السيد ريمباك قال لهم عنه بطريقه عامه. وبعد كده بياخدهم ريوما عشان يشوفوا عمليه التنظيف بنفسهم، وبنلاقي ان السلايم المنظف بينظف الملابس، وبعد كده سلايم المعدن بيكويها، وبعدها بيطبقها السلايم اللزج وبيحطها في مكانها على حسب الفواتير. وساعتها الاثنين الاخوات بيكونوا مندهشين جدا من اللي شايفينه، وبيقول لهم ريوما وهي دي عمليه التنظيف زي ما انتوا شايفين، في اي اسئله تانية؟ فبيقول
فبيقولوا الاثنين حاليا لا، وبيمشوا بعد كده وبيفكر ريوما في نفسه هم مش راضيين في اعمال الاستقبال وحمل الغسيل ولا ايه؟ دول كانوا مديرين يعني ممتازين في التجاره، وبيوريهم ريوما باقي تفاصيل المتجر وكل حاجه تخصه، وبيوريهم كمان سكنهم بالمره. وبعد كده بيجي كل الاصدقاء، فبيقول ريوما لكلارا وكول من فضلكم يلا ساعدوني في الحفله، فبيقولوا له تمام، وبيكون الكل سعداء جدا من الحفله اللي عملها ريوما. وبيقول ريوما خطاب للجميع، وبعد كده بيشكرهم لحضورهم الحفل ومساعدتهم ليه دايما، وبيسقف له الكل وبيكونوا سعداء جدا بيه. وفي صباح اليوم الثاني بيكون ريوما قلقان جدا من انه ممكن مفيش زباين كتير يجوا في اليوم الاول، وبيجي كلارا وكول وبيحيوا ريوما، وبيبدا الكل العمل في المتجر. وبيروح ريوما لنقابه المغامرين بعد كده عشان يعرفهم ان المتجر تم افتتاحه خلاص. واول ما بيروح ريوما للنقابه بيلاقي الكل عارفين عن المغسله بتاعته، فبيسالهم عرفوا ازاي، فبيقولوا له ان ويلانا وميا جم بدري وعلقوا الملصقات دي في كل مكان. وبياخد ريوما بعد كده مهمه جمع الاعشاب، وبيقدمها لميلين عشان تسجله انه ياخد المهمه. وبتقول له ميلين انت متاكد من انك عاوز تكمل عمل لسه كمغامر؟ انت عندك عملك الخاص دلوقتي. فبيقول لها لا لسه هنشوفه، وبيضحك. وبيروح بعد كده للمناجم زي ما قال له الدوق، وبيبدا في فحص واداره المناجم المهجوره، وبيخلص على الوحوش اللي بتقابله فيها. وبيروح بعد كده للسلايم بتاعته اللي كلفها بجمع الاعشاب، وبيكونوا انتهوا فعلا. وبيروح يسلمها للنقابه وبياخد المكافاه، وبيرجع بعد كده للمتجر. بس بتكون المفاجاه ان المتجر مليان زباين على الاخر، وبيجري بسرعه عشان يساعد كلارا وكول. وبيبدا ريوما وفريقه العمل بسرعه، وبيكون الزباين سعداء جدا من الخدمه، وبيغلقوا المتجر اخر اليوم. وبيشكر ريوما الفريق على عملهم الجاد. وبيقلق ريوما بعد كده لان كلارا وكول ما خدوش راحه خالص من اول اليوم، وبيكون قلقان لحسن يعمل فيهم زي ما اتعمل فيه في حياته السابقه ويصابوا بارهاق العمل. فبيقول لهم انه هيعين موظفين جدد حالا عشان يخفف الاعمال عليهم في المتجر. فبيقول لهم ايه رايكم في توظيف 4 تانيين؟ فبتقول له كلارا ده هيكون ممتاز، وبسبب شهره المتجر في المستقبل هيخلي الاعمال كتيره جدا. وبيقول له كول انه كمان لو اتكلم مع نقابه التجار هيكلفوه بالاعمال المهمه للنقابه كمان. فبيشكرهم ريوما وبينطلق بسرعه على نقابه التجار، وبيقول لهم انهم يرتاحوا كويس بعد ما يحسبوا مبيعات المتجر. وبيروح للنقابه وبتقول له جليس ايه اخبار العمل النهارده؟ فبيقول لها الوضع كان كويس جدا لدرجه اننا كنا غرقانين في العمل. فبتقول له جليس يبقى شكلك كده جاي النهارده تدور على موظفين جدد مش كده؟ فبيقول لها ريوما انت فعلا لماحه جدا. فبتقول له اكيد كل السنين دي من الخبره، فاكيد لازم اكون كده، بس ما تقلقش انا هجمع لك مجموعه من الاشخاص المناسبين وانت اختار اللي انت عاوزه. فبيشكرها ريوما وبيرجع للمنزل بعد كده، وبيحكي للعائله عن كل اللي حصل في المتجر في اول يوم افتتاح. فبيقول له الدوق ده فعلا نجاح ساحق. فبيقول له ريوما لا لسه انا عاوز اتاكد من رضا الزباين عن الخدمه الاول عشان يجوا تاني اكتر من مره. فبتقول له ايليا ما تقلقش خالص كله هيبقى تمام اكيد انا متاكده من ده. وبيقول له الدوق بعد كده انت صحيح لازم تزور حرس البلده. فبيستغرب ريوما وبيقول له ليه بس؟ فبيقول له الدوق المكان هناك مليان رجاله وكلهم اكيد هيكونوا محتاجين لتنظيف ملابسهم الغير نظيفه، وده ممكن يبقى مصدر دخل دايم ليك منهم. فبيفهم ريوما وبيشكره على النصيحه. وبيروح ريوما بعد كده لغرفته عشان يرتاح، بس بتنده عليه ايليا وبتقول له تصبح على خير، وبيدخل ينام وهو سعيد ومرتاح. وفي الايام اللي بعد كده بيكون الزباين مليانين المحل برضه، وبيكونوا راضيين عن الخدمه تماما وسعداء جدا من نظافه الاغراض بتاعتهم. وبعد كده بيروح ريوما لنقابه التجار وبيقابل جليس، وبتقول له انا جمعت لك المرشحين اللي بيقدروا يعملوا الحسابات، واكيد هتلاقي حد منهم يقدر يبدا في العمل معاك النهارده. فبيشكرها ريوما، فبتقول له على ايه؟ خلي كل واحد يقوم بدوره، انت عشان المغامرات بتروح لنقابه المغامرين، فاكيد عشان العمل هتيجي على نقابه التجار. وبيقابل ريوما بعد كده الموظفين اللي جمعتهم جليس، وبيكونوا كلهم مستغربين جدا وبيقولوا مين الولد الصغير ده؟ هو ده حفيد سيده النقابه ولا ايه؟ وبنلاقي عدد كبير جدا من الناس اللي جمعتهم جليس. فبيرحب بيهم ريوما كلهم وبيقول لهم انه مالك متجر بامبو لخدمات التنظيف واسمي ريوما. فبينصدم الكل من ان المالك ولد صغير لسه. وبعد ما بيحكي ريوما كل حاجه عن المتجر للناس بنلاقي ان عدد كبير جدا منهم مشي. فبيقول ريوما للاثنين اللي فاضلين ممكن تقولوا لي اسماءكم ولو عندكم اي شروط اتفضلوا انا سامعكم. فبيقولوا العجوز انا فاي ودي بنتي لي، وهيكون من الرائع لو وظفتنا معاك، بس انا عندي مشكله انت لازم تعرفها، انا رجلي مكسوره للاسف فممكن تسبب مشكله في العمل. فبيفكر ريوما ان السلايم بتاعه يقدر يعالجه بسرعه، وبيقول له مفيش اي مشاكل خالص. وبيسالهم انتوا عندكم اي متطلبات بخصوص الراتب؟ فبيقول له فاي لا ما دام هنقدر نعيش كويس فمفيش اي مشاكل. وبيقول ريوما بعد كده ليه وانت عندك اي مطالب؟ فبتقول له لو امكن فممكن نعيش في مكان العمل او اي منزل رخيص الثمن عندك. فبيقول لهم ريوما مفيش مشكله كده كده عندنا مسكن للموظفين. فبيفرح فاي وليه وبيقول لهم ريوما ممكن انا اسالكم سؤال اخير؟ انتوا شكلكم اقوياء جدا وكمان شايلين اسلحه. فبيستغرب فاي وليه وحتى جليس من قوه ملاحظه ريوما. فبيقول له فاي انت خبير جدا يا مدير، زي ما انت اكتشفت احنا قتله سابقين. فبيستغرب ريوما، فبيقول له فاي لا مش زي ما انت فاهم، ده كان زمان خلاص. وبيحكي فاي وليه حكايتهم كلها لريوما. وبعد كده بيسالهم ريوما هتقدروا تبداوا العمل معايا من امتى؟ فبيستغربوا انه وافق عليهم بعد كل اللي عرفه. فبيقول لهم مدام سيده النقابه شايفه انكم مناسبين ومفيش مشاكل، ايه المشكله ان اقابلكم؟ فبيستغربوا وبيقولوا له انهم كانوا مجهزين خطط للهروب لو كان تم اكتشاف امرهم. فبيقول لهم ريوما مفيش داعي لهربكم، انا محتاج فعلا مساعدتكم. فبيقولوا له هم مبسوطين انهم يقدروا يبداوا بالعمل فورا. فبيقول لهم ريوما تقدروا تكونوا حراس للمكان كمان من فضلكم. فبيوافقوا بكل سرور وبيكونوا فرحانين. وبياخدهم ريوما بعد كده للمتجر وبيقول له فاي هو ده المتجر بتاعك مش كده؟ فبيقول له ريوما ايوه. فبتقول له ليه ده فعلا مكان جميل ومشهور جدا، انت متاكد انك لسه فاتح امبارح؟ يلا نبدا العمل بسرعه انا اقدر احمل الملابس المتسخه. فبيشكرهم ريوما وبيقول لهم ما تجهدوش نفسكم بزياده، هو ده المهم عندي. وبيدخل ريوما وفاي وليه للمتجر وبيقول لكلارا وكول انه جيب المساعده اخيرا. فبيرحبوا بيه وبيقدم لهم فاي وليه، وبيقول ريوما الفاي انه يساعد في الاستقبال مع كلارا وكول، وليه هتساعد في حمل الحقائب بتاعه الملابس. وبيساعدوا في العمل بسرعه وبيتم العمل بكل سلاسه. وفي اخر اليوم بيشكر ريوما الكل على عملهم الجاد، وبيقول لكلارا وكول انهم يحسبوا ارباح اليوم. وبياخد فاي وليه معاه وبيعالج رجل فاي الاول بالسلايم الشافي بتاعه، وفعلا بيعالج رجله وبترجع سليمه زي الاول. وبيبقى فاي سعيد جدا وبيشكر ريوما على مساعدته. وبياخدهم ريوما بعد كده لغرفهم، ولما بيشوفوا الغرف بيلاقوها ممتازه ومريحه جدا وجميله كمان. وبيرجعوا بعد كده للمتجر فبتدي كلارا حسابات اليوم، فبيشكرها وبيندهش انها
بيبقى اكتر بكتير من اليوم الاول. فبيقول له كول ان لو انتشرت اخبار خدماتنا الممتازه اكتر شويه كمان فالارباح هتبقى اكبر واكبر بكتير جدا. فزي ما انت عارف دي مدينه تنقيب، ورغم ان التنقيب قل فيها الفتره اللي فاتت فلسه برضه دي بلده الكثير من عمال التنقيب ومطاحن الصلب، واكيد هيبقى علينا طلب كمان من المدن الاخرى، وبكده هنقدر نعمل التوسيع للمتجر ونفتح فروع جديده في المدن الثانيه. فبيقول لهم ريوما بالسرعه دي ده لسه بدري على الكلام ده مش كده ولا ايه؟ فبيقول له كول بحماس لا خالص. فبيقول لهم تمام انا هخلي ده في دماغي حاضر. وبعد كده بيقول ريوما لكول وكلارا ان فاي وليه عندهم خلفيه عسكريه عشان كده هيكونوا مسؤولين عن حراسه المكان كمان، وبيقول لهم انهم هيضيفوا العمل ده كمان لراتبهم. فبيفرح فاي وليه جدا وبيشكروه على ده، وبكده بيكون عدى اليوم الثاني في المتجر بسلام. وبيقابل ريوما ايليا في اليوم التالي وبيسالها انت هتمارسي السحر النهارده برضه؟ فبيسالها ان كان عايز مساعدتها في اي عمل. فبيقول لها لا خالص، من حسن حظي اني وظفت مساعدين تانيين في المتجر ما تقلقيش خالص. وبيشكرها ريوما وبيمشي وبيروح بعد كده للمتجر، وبيكون المتجر كالعاده مليان بالزباين من بدايه اليوم والكل بيعمل بجد. وكمكافاه ليهم بيقرر ريوما ان اقل حاجه ممكن يعملها عشان يساعدهم هي انه يعمل لهم بيتزا كمكافاه ليهم، وبيعمل لهم استراحه على فترات متناوبه عشان يستريحوا ويتناولوا طعامهم فيها، وبيكونوا سعداء جدا من طعم البيتزا اللذيذه. وبكده بينتهي اليوم الثالث في العمل بكل سلاسه. وبيشوف ريوما مبيعات اليوم الثالث فبيلاقيها اكتر من اليوم الثاني مره ونص كمان، وبيكون الكل فرحانين. وبتقول لي ان المشروع ده هيكون اكبر بكتير قدام. فبيفكر ريوما انه يوظف موظفين جدد، وبيقترح على كلارا وكل الفكره. فبتقول له كلارا ده فعلا قرار حكيم جدا، وبيقول له كول ان النقابه اكيد هتساعدهم في ده كالعاده. فبيقول لهم ريوما انه عايز يوظف طباخ كمان، وبيسالهم اذا كانت نقابه التجار تقدر تساعدهم في ده ولا لا. فبيسالوه بس انت ليه عايز طباخ؟ فبيقول لهم لانهم كلهم مشغولين في العمل، وفي الطبيعي المفروض يكون في موظف بيهتم بده، واحنا لازم ناكل برضه، بس اكيد هيكون الوضع ممتاز لو الاكل طعمه لذيذ مش كده برضه؟ وفعلا بيروح ريوما لجليس عشان تجيب له موظفين تانيين، وبترحب بيه وبيتكلموا سوا شويه، وبتساله بعد كده عن عدد الموظفين اللي محتاجهم. فبيقول لها 3 وطباخ كمان عشان وجبات الموظفين. وفي اليوم الثالث بتجيب له جليس فعلا الموظفين ال3 فينا وماريا وجين، وبيبقى الكل مسرور من الاتفاق بينهم، وبيكون ال3 مندهشين من صغر سن ريوما وهو مالك المتجر. وبتقدم جليس بعد كده الطاهيه سلمى لريوما، وبتقول له سلمى انها كانت بتعمل في الفنادق الممتازه قبل كده، وبيكون الكل موافقين على العمل مع ريوما والبقاء في سكن المتجر. وبتقول جليس لريوما لو الوضع فضل ماشي كويس كده ايه رايك تفتح فرع في مدينه جديده؟ ابقى تعالى عشان نتكلم عن ده في وقت تاني تكون فاضي فيه. فبيقول لها ريوما برضه انه لسه بدري على ده. فبتقول له انت بتقول ايه بس؟ هو ده الوقت المناسب ما تقلقش ابدا. وبيروحوا للمتجر بعد كده وبيعدي اسبوع على العمل، وبيكون الوضع ممتاز في المتجر بطريقه مدهشه، والعملاء والموظفين والكل سعيد جدا والامور كلها تمام. وبتيجي عائله الدوق للمتجر وبتراقب ريوما من بعيد، وبيكونوا سعداء بيه جدا. وبيقول الدوق ان ريوما فاق توقعاته كالعاده، وبياخد ريوما باله منهم بعد كده وبيرحب بيهم. وبعد كده بيروح ريوما للسيد ريمباك اللي بيساله عن حال المتجر بتاعه. فبيرد عليه ريوما ان المتجر ممتاز بما انه ادى ال2 المساعدين بتوعه، وكمان جاب عليهم موظفين جدد عشان الوضع يكون افضل واسهل في اداره المتجر. فبيفرح السيد ريمباك وبيقول له ده ممتاز جدا. فبيقول له ريوما المشكله بقى ان العمل ماشي كويس جدا لدرجه اني بقيت خايف. فبيقول له السيد ريمباك انا بقى جيت لك النهارده لان في فرصه عمل جديده. فبيقول له ريمباك انت بتزودنا بتجهيزات من السبائك وخيوط السلايم اللزجه بتاعتك بشكل دائم على طول، وكمان بتزودنا بالقماش المضاد للماء، فايه رايك تزودنا بكميات كبيره جدا منهم؟ وبيكون ريوما ساعتها مش فاهم حاجه. فبيقول له السيد ريمباك انت عارف طبعا ان احنا داخلين على موسم تفشي الضفادع القادم. فبيقول له ريوما ايوه عارف وبعدين. فبيقول له ريوما وطبعا انت عارف اننا بنصنع من جلدهم الدروع اللي بنبيعها في الاسواق والدواء كمان اللي بنصنعه من اعضائها الداخليه، عشان كده بيتوجه عدد كبير من المغامرين للبحيره خلال الموسم ده، وده هيخلي الملابس والاحذيه المضاده للماء رائجه جدا الفتره دي وهيزيد الطلب عليها جدا. فبيقول لهم لو كده فخلاص هبدا في صناعتهم على طول. فبيفرح ريمباك جدا وبيشكره. وبعد كده بيكون ريوما في البيت بياكل السلايم بتاعه مسحوق الحديد. فبتستغرب ايليا جدا وبتقول له انت بتاكله كده ليه؟ فبيقول لها ريوما انا باكله يمكن يتحول سلايم حديد هو كمان، الفكره دي جت في بالي، فايه رايك انت في التجربه دي؟ فبتقول له ايوه فهمت، بس هو انت بتصنع الاقمشه المضاده في الكهف؟ فبيقول لها ايوه هو ده المكان الملائم لتفادي الدوشه. فبتقول له طب في الحاله دي ممكن انضم ليك انا كمان؟ فبيقول لها تمام مفيش مشاكل، بس ليه عاوزه تعملي كده؟ انت كده هتتعبي. وبيروحوا للكهف وبيكتشف انها بتعمل كل ده عشان تتدرب على الكمان، وبتقول له انها هنا هتقدر على التدرب بكل راحه من صميم قلبها. فبيقول لها انا اول مره اعرف انك عندك الموهبه دي، بس ليه بتحبي العزف عليه؟ فبتقول له عشان طيور الليمور اللي هتيجي للبحيره، لاني عارفه ان عزف الموسيقى من الامور الاساسيه لترويضهم. فريوما ساعتها بيكون مش فاهم حاجه. فبتقول له ايليا ان طيور الليمور بتتواصل مع بعضها في الاساس عن طريق الموسيقى اللي بتصدرها، فعشان كده لو عجبتهم الموسيقى بتاعتنا فكده هيقبلوا عرض الترويض بكل سرور. فبيقول لها ريوما عشان كده انا اول مره اعرف الكلام ده. وبتقول له ايليا انت بقى كمل صنعك للاقمشه وانا هكمل تدريبي على العزف. وفعلا بتبدا هي في العزف، وبيكون ريوما والسلايم فرحانين جدا من عزفها ومستمتعين بيه. وبيروح ريوما بعد كده يكمل صنع الاقمشه بتاعته، وبعد ما بيخلصوا بيقعد ريوما مع ايليا وبتقول له شاطر انك خلصت كل عملك بالسرعه دي. فبيقول لها وانت كمان عزفك ممتاز، بس المشكله دلوقتي ان الاقمشه هتاخد وقت على ما تنشف. فبيعرض عليها انهم يلعبوا سوا في الوقت ده، وبتفرح ايليا جدا في اللحظه دي، وبيعمل لها بعد كده مجسم من الحجاره على شكلها، وبتبقى ايليا مبهوره بيه جدا وبتشكر ريوما عليه وبتاخده وبتكون فرحانه بيه جدا. وبيعمل لها بعد كده كل افراد العائله، ولما بيروحوا البيت بيشوف افراد العائله المجسمات وبيكونوا فرحانين جدا بكل ده. وبيقول لهم ريوما انه سعيد جدا ان المجسمات الصغيره دي عجبتهم. فبتقول له اليس طبعا عجبتني جدا، شكرا ليك يا ريوما انت دايما مدهش. وبيقول الدق لايليا ليه ما تاخديش معاكي المجسمات المصغره دي للمدرسه وانت رايحه، كده هتقلل عليكي الفراق اكيد وهتخليكي ما تحسيش انك لوحدك خالص. فبتفرح ايليا وبتقول لهم انها تاخدهم معاها بكل سرور، وبتقول لريوما انه يعمل مجسم لنفسه وكمان عشان تاخده معاها. فبيحرج ريوما جدا وبيقول لها تمام حاضر. وفي اليوم التالي بيتفقد ريوما المتجر، وبيكون العمل ماشي بصوره ممتازه كالعاده. ولما بيلاقي ريوما الوضع ممتاز
جدا في المتجر وماشي من غيره، بيروح للكهف من تاني عشان يصنع القماش، وبيفضل قاعد في الكهف وبيكون مش عارف يعمل ايه على ما القماش يخلص. فبيبدا في التدرب القتالي مع السلايم زي ما كان بيعمل زمان، وبيبدا تدريب السلايم على القتال. وبعد ما بيخلص تدريب بيلاقي ان السلايم العادي اللي بياكل مسحوق الحديد بيتحول لسلايم معدني، وبيكون ريوما فرحان جدا ان الفكره بتاعته نجحت. بس بيكون في اختلافات بسيطه برضه عن السلايم المعدني العادي، وبيستخدم التقييم عليه. فبيلاقي ان السلايم الجديد ده هو سلايم الحديد، وبيكون اللي حصل ده كله بسبب اكل السلايم للحديد. وبيبص ريوما بعد كده على التربه وبيلاقي انه لو اكل السلايم معادن كتيره فهيبقى سلايم المعدن، ولو اكله الحديد بس فهيبقى سلايم الحديد. وبيفرح ريوما لانه دلوقتي اكتشف السر اللي بيظهرهم. وفي اخر اليوم بعد ما بيرجع ريوما للمتجر وبترحب بيه فينا، بيلاقي ريوما بعد كده ان سلايم النظافه بتنقسم وعددهم زاد للضعف، وبتستغرب فينا وبتبقى مش فاهمه ايه اللي حصل. فبيقول لها ريوما ما تقلقيش، دلوقتي التنظيف هيكون اكثر فاعليه. وبيطلع ريوما بعد كده بره لباقي الموظفين، فبيلاقيهم متجمعين على ورقه مبيعات اليوم. فبتقول له كلارا انهم حققوا ارباح كالعاده بس 3 اضعاف امبارح. وبيبقى ريوما وكل الموظفين مندهشين جدا، وبيكون ريوما مش فاهم ده حصل ازاي بالسرعه دي. وبعد كده بيشكر ريوما الموظفين وبيقول لهم ان كل ده بسبب اجتهادهم في العمل مش اكتر. فبيقول له كول ان ده دورهم في الاساس، وانه من الطبيعي انهم يجتهدوا في عملهم معاه. وبعد كده بيسالهم ريوما لو كان في حد فيهم عنده اي مشاكل، بس بيضحكوا وبيقولوا له انهم حتى لو دوروا مش هيلاقوا اي مشاكل في عملهم خالص. وفجاه بيتضايق ريوما وبيقول في نفسه انا نسيت اعمل لهم اجازات، انا مالي بقيت ظالم كده ليه؟ الاجازات دي حاجه اساسيه. وبيسالوا في الوقت ده انت مال وشك مخطوف كده ليه يا مدير؟ هو حصل حاجه؟ فبيقول له ريوما انا اسف ان نسيت اجازاتكم. فبيستغرب الكل وبيقولوا له اجازات ايه؟ وبتقول له واحده من الموظفين يعني انت تقصد اننا هنعمل جدول بايام اجازاتنا؟ فبيقول لها ريوما هو ده مش واضح ولا ايه؟ احنا ممكن نغلق المتجر يوم واحد في الاسبوع او نخلي اجازتنا بالتبادل. فبينصدم الكل من الفرح، وبيبقى ريوما مش فاهم هم عاملين كده ليه. فبتقول له كلارا انه مش من الشائع فكره الاجازات دي اصلا بين اصحاب العمل، وبيفهموه بعد كده ان العمال في الطبيعي بيعملوا براتب صغير جدا وكمان من غير اجازات خالص، ولو غاب واحد منهم بيتخصم اليوم من مرتبه. فبيطمنهم ريوما ان كل ده مش موجود عنده في المتجر بتاعه، بالعكس الهدف من العمل هنا هو ان الكل يكون مرتاح في عمله وبيدي افضل ما عنده بحب للمكان. وبعد كده بتقول لهم الطباخه ان الطعام بقى جاهز، وبيروح الكل للطعام في الوقت ده. وبعد كده بيروح ريوما لنقابه المغامرين وبيقابل ميلين، فبترحب بيه وبتقول له انت جاي لاعمال النقابه مش كده؟ فبيقول لها ايوه انا الموظفين عندي قادرين يديروا المتجر من غيري فما فيش اي مشاكل. وبيقول لها بعد كده انه هيشوف مهمه مناسبه ليه من على اللوح. فبتنده وبتقول له انها عندها مهمه ليه هتعجبه جدا، وبتعرفه ان في مجموعه من بره المدينه جايين وهم مغامرين واسمهم ميناء سيكم، والمجموعه دي قالوا انهم مسكوا سلايم نادر جدا. فبيتحمس ريوما جدا وبيقول لها قولي لي تفاصيل المهمه دي بسرعه. فبتقول له ان المجموعه دي حاولوا بيع السلايم لنقابه المروضين بس النقابه رفضت. فبيتفاجئ ريوما وبيقول لها يعني السلايم ده للبيع دلوقتي؟ فبتقول له ايوه ايه رايك انت عاوزه مش كده؟ فبيقول لها طبعا بكل تاكيد، انت عارفه هم فين دلوقتي؟ وبيروح ريوما بعد كده للمكان وبيستغربوا وبيحس انه مكان مهجور، بس بيدخل وبيكون قلقان في الاول، وبيلاحظ مجموعه المغامرين وبيروح لهم وبيقدم نفسه ليهم بعد كده. وبيكون في شخص غبي منهم بيحاول يقلل من ريوما، بس بيعتذر واحد من المجموعه لريوما على اسلوب صديقهم. فبيقول له ريوما مفيش مشاكل، انا عارف انكم ما عرفتوش تبيعوا السلايم عشان كده هو تلاقيه غضبان. فبيقول له الراجل ايوه فعلا ما رضوش يقبلوا السلايم. وفي اللحظه دي بيقوم الشخص المغفل وبيمسك ريوما بكل غضب من ملابسه وبيرفعه وبيقول له انت بتحاول تسخر مننا مش كده؟ وبيقع الغبي ده بعد كده على الارض وبيبكي وبيقول له ايوه احنا فعلا حمقى مش اكتر. وبيفضل يعيط الراجل على الارض وبياخده بعد كده اصدقائه للخارج. وبيعرف قائد المجموعه نفسه لريوما بعد كده وبيكون اسمه شين، وبيعرف زميله كمان واسمه كاي. وبيقول شين لريوما وانت عاوز السلايم ليه؟ فبيقول له ريوما انا عاوز اشتريه لو انتم مش عارفين تبيعوه. فبيستغرب كاي وبيقول له وانت ليه عاوزه؟ فبيقول له ريوما انا بجمع وبدرس السلايم ولو هو بجد سلاله نادره فاكيد هكون عاوز اخده. فبيقول له شين فعلا هيكون من الرائع جدا لو اشتريته. فبيسال ريوما بعد كده على المبلغ اللي هم عاوزينه. فبيقول له شين ممكن انت اللي تحدد السعر لان نقابه تيما قالت لنا انه ملهوش قيمه فعشان كده مش هنقدر نحدد احنا. فبيقول لهم ريوما طب ممكن اشوف انا السلايم، انا هشتريه لو طلع نوع مش معايا. وبيروح كاي يجيب السلايم بعد كده، واول ما بيفتح ريوما القدر بيلاقي السلايم اكنه سائل احمر غريب وبيكون مش فاهم ايه ده، وبيقول في نفسه ايه السلايم الغريب ده انا ما شفتش زيه قبل كده. وبيسالوه بعد كده عن رايه فبيقول لهم انه هيشتريه وبيفرحوا جدا وبيديهم عملتين ذهبيتين بعد كده وبيندهشوا من المبلغ. وبيقول له كاي انت متاكد من اللي بتعمله ده؟ فبيقول لهم ايوه انا بفضلكم حطيت ايدي على سلاله جديده من السلايم. وبيشكرهم ريوما وبياخد السلايم وبيمشي. وبيقول لهم ريوما بالمره على موسم الضفادع لو عايزين يكسبوا منه المال بما انهم هنا في بلده غريبه وبيفهموا منه كل حاجه وبيشكروه. وبيروح ريوما بعد كده للمناجم المهجوره عشان يحرر السلايم ويستكشفه. وبعد كده بيجرب عقد الترويض مع السلايم وبينجح العقد فعلا. وبعدها بيقيم الوحش وبيلاقي ان اسمه السلايم الدموي وبيكون مناسب جدا لشكله وبيكون عنده مهاره مص الدماء عشان كده اكيد بيشرب الدم. وفعلا بتكون مهارته دي مفيده وبينبهر بيها ريوما وبيقول انها مفيده جدا في مواجهه الوحوش. وبعد كده بيكون ريوما قاعد مع ايليا وبتقول له ان العائله هيعلموها بكره سحر الترويض، عاوز تتعلم معايا؟ فبيقول لها اكيد ده هيكون مفيد جدا. وبيكون ريوما فرحان ومتحمس جدا. وفي اليوم التالي بيروحوا العائله كلها المكان مناسب وبتسال اليز ايليا وريوما لو يعرفوا اي حاجه عن سحر الترويض. فبتقول لها ايليا ان سحر الترويض هو التواصل مع الوحش بطريقه صحيحه عشان يقدروا يكونوا رابط كويس بينهم وبين الوحوش. فبتقول لها اليز ايوه صح والنهارده هنتعلم سحر الاحساس المشترك. فبيستغرب ريوما فبتقول لهم اليز انه عن طريق مشاركه الاحساس هيبقى من السهل الحصول على المعلومات من الوحوش وتقدر تخليه يعرف انك في خطر ولا لا. وبيقول لهم الدوق السحر ده سحر خاص بالترويض صعب استخدامه مع سحر الاستدعاء. فبيبقى ريوما مش فاهم ليه. فبيفهموا الدوق ان وحوش الاستدعاء بيبقوا برابط واحد بس وعشان كده بيكون صعب جدا. وبيقول له الجد ان عشان يستفيد المروض من الاحساس المشترك لازم يكون عنده خبره كبيره وطبعا على حسب طول المده اللي بتقضيها مع الوحوش بتاعتك، بس برضو النهارده انتوا هتتدربوا على الطيور. فبتستغرب ايليا وبتقول له يعني مش هنتدرب على السلايم اللي معانا؟ فبترد عليها اليز مع السلايم مش هنقدر نحدد مدى
مدى فعاليه السحر. وبيقول لها الدوق انها حتى لو شاركت احساسها مع السلايم فمش هيكون في اي رؤيه او سمع او رائحه او تذوق تقدري انك تشاركيها معاه. فبتقول لهم اليز يلا بقى زي الشطار اتواصلوا مع الطيور، وبيطلعوا الطيور بعد كده وبيحاولوا التواصل معاهم، وبينجح ريوما على طول وإيليا هي كمان من وراه. وبتقول لهم اليز الخطوه الجديده بقى هي مشاركه الاحساس، مش لازم تقراوا تعويذه، بس كل اللي فيها انكم تركزوا على انكم تربطوا نفسكم بالطائر بتاعكم. وبيبقى ريوما وإيليا مش فاهمين في الاول، بس بيجرب ريوما بعد كده وبيركز كويس جدا. وبتقول لهم اليز ان الفكره في انكم تتخيلوا الصوره الذهنيه اللي بيشوفها الطائر. وبيقول ريوما في نفسه انها بالنسبه له زي كاميرا المراقبه او نظام الواقع الافتراضي، وبيحاول ريوما وبينجح فعلا، بس بيكون قرفان من المنظر. وبيستغرب اليز والدوق والجد، وبيقول له الدوق انت مدهش كالعاده يا ريوما. فبيقول لهم اظن اني نجحت فعلا بما اني شايف نفسي من عينه. فبيقول له الجد ممتاز، السحر ده المفروض صعب تعلمه. فبيقول الدوق لريوما ما تقلقش، القرف اللي حسيت بيه ده عادي، كل اللي استخدموا السحر ده حسوا بيه، بس حاول تغمض عينك وركز على اللي بيشوفه الطائر بس دلوقتي. وبيعمل ريوما اللي بيقولوا له عليه، وبيلاقي ان الوضع بقى افضل بكتير فعلا. وبتبقى إيليا مش عارفه ليه الموضوع غريب وصعب عليها كده. وبيقول ريوما في نفسه ان الوضع بالنسبه له سهل، لانه تخيل كاميرات المراقبه اللي موجوده في كل مكان في حياته القديمه، وهو ده اللي ساعده على فهم الفكره على طول. اما إيليا فالمشكله عندها انها بتبدا من الصفر، لانها ما عندهاش اي خلفيه خالص. وفجاه بيطير الطائر بتاع ريوما، وبيكون ريوما فرحان جدا بالمنظر من السما. وبعد فتره من التدريب بيقعد الكل يرتاحوا وبيشربوا الشاي، بس بنعرف ان الاثنين اتقنوا السحر الاحساسي للترويض في الاخر، وبيمدحهم الجد على ادائهم الممتاز. وبيقول الدوق انه كان فاكر ان دي ممكن تكون الحاجه الوحيده اللي صعبه على ريوما، بس كالعاده ريوما ادهش الكل. وبتقول اليز لريوما دي اول مره تتواصل فيها مع الوحوش مش كده؟ فبيقول لها ريوما ايوه صح. فبتقول له انت حاسس باي حاجه غريبه؟ فبيقول لها مش بالضبط. فبترد عليه انه عنده موهبه في التعامل مع الوحوش من نوعيه الطيور كمان، ودي حاجه مذهله جدا. فبيستغرب ريوما وبيقول لها يعني ايه؟ فبيرد عليه الدوق ان كل السحرة المروضين بيكون عندهم الموهبه في ترويض انواع معينه من الوحوش. فبيقول لهم ريوما انه متاكد من انه عنده توافق ممتاز مع السلايم. فبيقول له الدوق اكيد، ما انت لو مش كده ما كنتش روضت كل الاعداد دي. فبيقول له الجد انك لما تكون عارف النوع المناسب ليك ده بيخليك ممتاز فعلا وماهر جدا، والتجارب هي الطريقه الوحيده عشان تبقى مروض ماهر. فبيقول له ريوما وانت بقى يا سيدي ايه النوع اللي انت بتتمتع بيه؟ فبيرد عليه الجد انه ممتاز في تربيه الزواحف، ومع انه ما بيقدرش يروض عدد منهم بس على الاقل بيقدر على واحد بس بيكون قوي جدا. وبيقول الدوق انه بيقدر يروض اي وحش ليه 4 ارجل، بس ما بيقدرش على الوحوش من نوع الطيور. وبيبص ريوما بعد كده لإليز، فبتظهر له فجاه وحش قوي جدا. فبيقلق ريوما، فبتطمنه إليز وبتقول له انها اسفه على اخافته، بس الوحش ده هو الورج وهو وحشها اللي هي مروضاه. فبيقول لها ريوما هو مش الوحش ده اسطوري؟ فبتقول له ان الوحش ده فنرير. فبيقول لها ما هو نفس الشيء مش كده؟ فبتقول له الفنرير وحش اسطوري، واللي معايا ده لسه صغير وشبه الذئاب وبيقدر يعمل سحر جليدي، وطبعا ما اقدرش انكر انه قوي جدا. فبيندهش ريوما وبيقول لها وحش بيقدر يستخدم السحر ده مدهش فعلا. وبتقول له إليز ان الوحش بتاعها ده رئيس قطيع من فصيلته، وبكده هي قدرت تروض حوالي 20 وحش من فصيله الفنرير. فبينصدم ريوما جدا، فبتصدمه اكتر انها معاها حوالي 100 من الذئاب المتحوله. فبيبلم ريوما، فبتقول له من الاخر انا ممتازه مع الذئاب المتحوله. وبيقول الدوق بعد كده ان إليز من افضل المروضين الماهرين في البلاد. انا كان عندي عقده نقص بسبب مشاهده إليز ومهاراتها المذهله. فبتقول له إليز هو الوضع كان كده؟ انت مش قلت لي انك مهتم اكتر بالمبارزه واستخدام السيف، وانك كمان مش بتفتقر لموهبه الترويض ولا حاجه؟ فبيرد عليها انه بالمقارنه بيها وبابوه فاكيد ما عنديش الكفاءه عشان اتقبل. وبيفضل ريوما مصدوم طول الوقت من قوه إليز ووحشها واعدادهم الكبيره. وبيكون ريوما سرحان، فبتساله إيليا مالك؟ فبيقول لها كنت بفكر انا ازاي حواليا كل الناس الرائعين دول. فبتقول له إليز انت بتقول علينا رائعين، بس انت ما شفتش بقى السيد رمباخ ده افضل مننا بكتير جدا. فبينصدم ريوما اكتر، فبتقول له هو عنده اقل من 20 وحش متحول بس نصهم من فصيله التنانين. فبينصدم الولد يا عيني خالص المره دي. فبيضحك الجد وبيقول لهم انا مش رائع كده للدرجه دي، انا بس محظوظ مش اكتر، هي مش بس عشان الكفاءه اللي عندي، بس الوحش الاول اللي اتعاملت معاه كان قوي خالص، وفي الاخر كل التنانين التانيه بقت تحت سلطته، لكني برضو مش بقدر استدعيهم الا اذا كان الوضع مهم جدا. تخيل اصلا الفوضى اللي هتحصل بسببهم لو استدعيتهم. فبيقولوا ريوما اكيد فاهم، بس المتحولين في الاصل بيعملوا ايه؟ فبيقولوا الجد انهم بيعيشوا في اراضي الجبال اللي بتملكها البلاد، وان الجبال دي اصلا مليانه بالوحوش الخطيره جدا والقويه، والتنانين بتاعتي بتمنع الوحوش دي من الهرب من الجبال. فبتقول له إليز ان الذئاب بتاعتها برضو بتعيش في جبل تاني، والجبل ده بيمثل موطن لمعظم الاعشاب الطبيه القيمه جدا، عشان كده بتحرسها من الصيادين. وبعد كده بتقول لهم إليز بما اننا ارتحنا خلاص يلا بقى نكمل تدريب. وبعد عده ايام من العمل الشاق بيقعد ريوما مع اصدقائه المغامرين في المتجر بتاعه، وبيتكلموا عن تفشي الضفادع، وبيقولوا له ان الموسم خلاص هيبدا قريب. وبيقول له الباحث ان الذروه بتبقى في خلال 3 أو 4 ايام، وبتبقى مية متحمسه. وبتقول لهم اخيرا جه الوقت اللي هنجني فيه مال كتير، وبيكون الكل متحمس جدا للمغامره دي والدخل الكبير اللي هيجنوه منها. وبيقول له شوف احنا جينا هنا عشان نسالك سؤال. فبيقول لهم ايه هو؟ فبيسالوه عن زي العمل اللي كان لابسه في المره بتاعه تنظيف الحمامات المشتركه، ممكن تقول لنا انت جبته منين؟ احنا عاوزين نحصل عليه عشان يساعدنا في صيد الضفادع من غير ما نتبل. فبيقول لهم ممكن تحصلوا عليه من شركه استيراد مورجان، قولوا لهم ان انا اللي بعتكم وانا متاكد انهم هيساعدوكم كويس. فبيشكروه وبيقولوا له انهم هيروحوا لشركه مورجان حالا. وبعد كده بيقعد ريوما مع العائله في المنزل، وبيقول له الدق وانت عرفت الاخبار يا ريوما؟ فبيرد عليه ايوه. فبتقول له إيليا في طيور كتير بتطير عند البحيره عشان تصطاد الضفادع دي، وبتبقى إيليا متحمسه جدا لترويض الوحوش دي. وبتقول له إليز انهم قرروا يروحوا عند البحيره بكره. فبيقول لهم ريوما حاضر انا هكون مستعد كويس. وبعد كده بيروح ريوما للغرفه بتاعته وبيعزف على الجيتار مع نفسه عشان يبقى من السهل عليه ترويض الطيور. وبيقول انه مش سيء ومش كويس في العزف لان خبرته قليله جدا. وبعد كده بيزعل لما بيفتكر انه هيفترق قريب عن عائله الدوق اللي بيحبهم جدا، لان الموسم بعد ما يخلص هيسيبوا البلده وهيمشوا. وفي الصباح بيكونوا في طريقهم للبحيره، وبيقابل ريوما في الطريق فريق المغامرين اللي بيقودهم شين اللي اشترى منهم السلايم الدموي. فبيرحب بيهم ريوما وبيقول لعائله الدوق انهم يكملوا من غيره، وبيقف
وبيقف مع شين والفريق. وفي الوقت ده بيعتذر سين الغبي عن تصرفه الطائش مع ريوما وبيشكره على مساعدته ليهم، وبيودعوا ريوما بعد كده وبيمشوا. وبيروح ريوما جري بعد كده للبحيره، وبيكون الدوق والعائله واقفين هناك. واول ما بيروح بيتفاجئ جدا بمنظر الطيور الرائع جدا، وبيشوف الطيور والمغامرين وهم بيجمعوا الضفادع بكميات كبيره. وبياخد الدوق باله بعد كده من وجود شخص بيحاول يروض الطيور، فبيقول لريوما وايليا يركزوا عليه. وفي الوقت ده بيعزف الراجل بس بيكون عزفه مزعج جدا، وبعدها بيتضايق الراجل من الطيور فبيهجم عليهم، بس بتهجم عليه الطيور بالسحر وبيخاف وبيهرب بسرعه. وبيتفاجئ ريوما ان الطيور بتقدر تستخدم سحر الرياح، وبيبقى الراجل جاي في اتجاه العائله والطيور وراه بتهجم عليه وبتطرده، وبيبقوا خلاص هيسيبوه، بس بينقذوا ريوما وكامل بسحر الارض بتاعهم. وفجاه بتصدر الطيور صوت قوي جدا بيأثر على الكل بشده الا ريوما، بيكون مش حاسس بالالم زيهم. وبيفضل يدور على الطائر المتطور اللي بيصدر الصوت القوي ده لغايه لما بيلاقيه وبيعمل عليه عازل للصوت وبيبطل السحر. وبتطير الطيور بعد كده بعيد عن المكان، وبيبدا الدوق ورجالته في مساعده الناس اللي في المكان. وبيشكر الدوق ريوما بعد كده على المساعده، وبيسالوا ريوما هو ايه اللي حصل ده. وبيتفاجئ الكل ان ريوما ما تاثرش نهائي من اللي حصل، وبيشرح الجد اللي حصل لريوما، وبيقول له ان الطائر ده نادر جدا وبيظهر مره كل 10 سنين، وبيقدر يستخدم السحر الاسود مع سحر الرياح، وهو طائر مميز جدا. وبيفتكر ريوما بعد كده انه عنده مهاره اسمها مقاومه الالم النفسي، وهي دي اللي خلته يقاوم الضوضاء دي. فبتساله ايليا هو ازاي كان بخير في اللحظه دي وما تاثرش زيهم، فبيقول لها عن مهارته اللي حمته من الالم. وبعد كده بيتفقد الدوق الوضع، فبيلاقي ان كل الطيور اختفت خلاص بسبب الضوضاء اللي حصلت دي. فبيقول ريوما للمحاربين هو كده المفروض نلاقي عش الطيور عشان نوصل لهم مش كده؟ فبيقول له المستكشف ايوه بس ده صعب جدا لان الطيور دي بتطير ابعد من الوحوش التانيه، فكده المنطقه اللي هنستكشفها هتكون كبيره جدا. فبتقرر ايليا انها تستنى هنا طول الوقت لغايه لما ترجع الطيور من تاني، وبيوافقها ريوما الراي. وبيفضل ريوما والعائله واقفين عند البحيره للمساء ومستنين الطيور ترجع، بس للاسف بيبداوا يحسوا بالاحباط. وبتقول ايليا لريوما احنا قرب بينا الوقت اللي كل واحد مننا هيروح في طريقه مش كده؟ فبيتوتر ريوما وبيبقى مش عارف يقول لها ايه، وبيقول في نفسه انه مش متعود على المواقف المحرجه دي. وبيجي في باله روايه قبل كده كان فيها موقف شبه ده، وبيحاول يفتكر الشخصيه الرئيسيه قالت ايه ساعتها، ولسه هيقول لها انهم اكيد هيتقابلوا تاني. فبتقول إليز نفس الكلام بالحرف، وبتقول لريوما مش كده ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه طبعا امال ايه. وساعتها بتهدى ايليا شويه وبتقول له من فضلك يا ريوما ابقى اكتب ليا وانا هكتب لك برضه. فبيقول لها ايوه طبعا. وبيفضل هيوز يضايق في ريوما لغايه لما بيضربه في الاخر بنيه وبيقعدوا على الارض وبيهدى بعد كده. وفي اللحظه دي بتيجي الطيور فجاه تاني، وبيلاحظ ريوما الطائر النادر في وسطهم من تاني، وبيقول ريوما للدوق انا هبعد عنكم شويه. فبيقول له ليه؟ فبيقول له ان الطائر النادر ممكن يصدر الصوت تاني لانه حذر مني، فممكن يتعارض معايا ويسيبكم ولا حاجه. فبتقول له ايليا انا مش مهتمه بده، انا مش هخلي وجودك جنبي حجه لفشلي ابدا. وبتستعد ايليا وبتقرب من الطيور وبتقول لهم من فضلكم شاهدوني كويس وانا بروض الطيور دي. وفعلا بتبدا ايليا في العزف وبيكون عزفها جميل جدا وبيعجب الطيور فعلا، وحتى كل الموجودين في المكان بيعجبهم العزف، وبتبدا الطيور تغني معاها وده بيدل على نجاحها. وبيفكرها ريوما بعد كده بالترويض وبتروضهم وبتنجح فعلا، وبتبقى في غايه الفرح وبيمدحها الكل وبيندهشوا انها نجحت في ترويض 9 طيور مره واحده. وبيجي دور ريوما بعد كده وبيطلع الجيتار بتاعه هو كمان، وبيبقى الكل متحمسين لسماع الموسيقى منه. وبيبدا ريوما العزف وبيبقى في وسط الطيور الطائر النادر، فبيهدي ريوما نفسه وبيبدا العزف، وبيكون عزفه كويس جدا وبتعجب الموسيقى بتاعته الكل. وبيقولوا انه حتى الموسيقى بتاعته نادره جدا وبتعجب الطيور كمان، وبتبدا الطيور تتفاعل معاه وبيجي له عدد كبير من الطيور، وبيبقى في وسطهم برضه الطائر النادر. وبتفكروا برضه ايليا بالعقد وبينجح في عمل العقد معاهم، وبيسقف الكل لريوما وبيهنوه على نجاحه. وبعد كده بيحضروا وليمه ضخمه للاحتفال عشان ايليا اللي نجحت في ترويض الطيور، وكمان حفل وداع لريوما. وبعدها بتعزف ايليا على الناي وبتكون مدهشه كالعاده، وبيكون ريوما مندهش منها جدا، وبيقول في نفسه ان رحلته مع عائله الدوق قربت تخلص خلاص. وبينزل الاثنين لغرفه ريوما بعد كده وبيتكلموا مع بعض لفتره من الوقت. وبعد كده بتقدم ايليا لريوما هديه قلاده من الياقوت، فبيستغرب ريوما وبتقول له ايليا ان القلاده دي امها ادتها لها وهي عندها 10 سنين في عيد ميلادها، وبتقول له انا عاوزاك تحتفظ بيها معاك كهديه تحافظ عليها لغايه لما نتقابل تاني. وبيكون ريوما متردد في الاول لكنه بعد كده بيقول لها انه هيحافظ عليها جدا جدا، وبيفضل يفكر بعد كده يديها ايه غالي عنده كهديه ليها. فبيقوم بعد كده وبيديها 2 من السلايم وبيقول لها دي اقيم حاجه عندي، من فضلك اعتني بيهم، انا اظن انهم هيفيدوكي جدا. فبتضحك ايليا وبيتوتر ريوما وبيفتكر انه غلط في حاجه، فبتعتذر له ايليا وبتاخدهم منه وبتقول له انها بتشكره على ثقته فيها وانها هتعتني بيهم كويس جدا. وفي الصباح بيكون الدوق والعائله ماشيين خلاص ورايحين على بلدتهم وبيودعوا ريوما. وبس كده، دي كانت نهايه حكايه ريوما. اتمنى تكون عجبتكم، وقبل ما تقفل ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. وبس كده، سلام.